ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ حلقه جديده من لعبه على جون. زي ما قلت لكم حلقه المره دي سبيشال. اول جاست معانا على البودكاست احمد نادر. حارس مصر الناشئين اندر 20 اندر 23 ما شاء الله عليه، وبيلعب في نادي فيزيلا في البرتغال. مبسوطين انك معانا يا احمد، والله شكرا قوي انك جيت النهارده بجد. حبيبي حبيبي يا نديم، والله أنا مبسوط اكتر منكم كلكم. على طول بتفرج عليكم والله، ومبسوط جدا انا معاكم الصراحه. حبيبي والله. انت لسه جاي من معسكر بتقول لي، ورجعت البرتغال. احكي لنا كده ايه نظام المعسكر، بتجهزوا ازاي؟ انتوا عندكم بطولة افريقيا جاية بتبدأ في فبراير باين. اه وبعدين انت عندك لسه كنا بنتكلم اصلا مجموعة تقيلة معاك، موزمبيق والسنغال ونيجيريا، فبتجهزوا ازاي كده وايه الكلام؟ طبعا احنا جالنا نيوز على المجموعه، واحنا هناك في المعسكر بنتفرج مع بعض. فاتجمعنا كلنا تحت وكده عشان نتفرج على الدرو. وبصراحه الدرو كانت مفاجاه، يعني زي ما انتوا شفتوا احنا اتفشخنا في المجموعه. يعني اه. احنا دخلنا كنا بنتفرج مع بعض مستنيين مثلا. اه ماشي، فرقه صعبه مثلا ممكن يكون معانا السنغال، توقعنا يكون معانا السنغال، ما اعرفش ليه بس توقعنا كده. بس السنغال نيجيريا دي مفاجاه كل حد، يعني مش احنا بس. طب بس عندي المعسكر الصراحه كان كويس وجهزنا كويس. بس اكتر، اصل خلي بالك، اكتر هي مش فيزيكال، هي اكتر منتلي، كل حاجه منتلي. م. انت لو جاهز للبطوله دي وجاهز تلعب باقصى حاجه، مفيش حد احسن مننا. لو انت فكرت فيها، بلدنا وجمهورنا وبتاع، فمفيش حد احسن مننا. كده كده. انت عندك ابر هاند برضو ان هي في مصر وبتاع. بس بالظبط. انت بتلعب في مصر. انت مثلا لو عملت اول ماتش، مثلا كسبت مثلا 3-0 مثلا ضد موزمبيق، هتلاقي تاني ماتش مثلا على الاقل 40,000 في الاستاد. اه اه فاهم؟ اذا كان احنا كنت اصلا اول في ماتش كنت اول السعوديه. ماتش مع موزمبيق. اه موزمبيق نيجيريا سنغال، فاحسن تدريجيا كده، فاهم؟ م. اه اول ماتش حتى في السعوديه لما لعبناه كان عندنا مثلا بتاع 3000 4000 مشجع. من تاني ماتش او تالت ماتش على ماتش المغرب مثلا في الكوارتر فاينل في السعوديه كان عندنا بتاع 15,000 واحد، فاهم؟ هي تدريجيا م. بتلاقي مثلا عندك في الاول قليل، بعدين كل ما تكسب ماتش بيجي لك اكتر، كل ما تكسب ماتش بيجي لك مور تنشن، فتبقى احسن يعني. طب والنيجيريا والسنغال في الناشئين جامدين برضو زي الكبار بتوعهم ولا ايه؟ كنت جاي اسالك اصلا، هو مم. نيجيريا برضه مستوردين كل الشباب من انجلترا وبتاع. ما هو شكلهم كده اه. بس اه احنا ما اعرفش، اصل أنا بس بسال صحابي اللي هنا بتوع نيجيريا. في الاول قالوا لي ان هو مثلا لو عايز تخش منتخب نيجيريا لازم تدفع فلوس للمدرب بقى والحاجات دي. بس قالوا لي احنا كل حاجه اتغيرت دلوقتي في افريقيا بقى. بس انت هديك اكزامبل مثلا، البطوله اللي فاتت بتاعت السن ده، انت عارف مين اللي كسبها؟ اللي كسبها ورانر اب اوغندا وزامبيا، فاهم؟ تمام. فانت ما فيهاش حاجه، ما فيش حاجه مضمونه. انت ممكن تلاقي نفسك بتلعب موزمبيق دي مثلا اول ماتش تاخد منها ثلاثه عادي ايزي، وعلى م. الماشي هتاخد عفاك وتمشي في بلدك. فهو ما فيش فلو اي حاجه، مفيش فيفورتس، فاهم؟ ايوه، م. لو مستهدر هتاخد من الاخر يعني. بالظبط. لو انت بطولة مش حاسس بقيمه مدارس. البطوله، خلاص شكرا، هتبقى ايوه. بره. عندكم كمان معسكر قبل البطولة ولا خلاص كده؟ لا، كابتن محمود عندنا ما بيهزرش في الحاجات دي. مثلا قبل البطوله اول ماتش فاب 19 في معسكر من 26 جان، فاهم؟ لحد البطولة لحد البطوله ما بس بيوقفش. حلو، صح انت كده انت صح بتقول لي. حلو قوي. مم. بس انت بتقول لي حوار المنتل وبتاع، فانت كده كده لما تكون شهر شبه شهر قبل البطوله فاهم، مع الفريق واللي هو بتاخده على بعض مم. واصحابه ومش عارف ايه، فاهم قصدي؟ هتبقوا مش حاجات حتى اصحاب، انت اللي هو انت في مود البطوله من قبل البطوله بشهر. فاهم بالظبط قصدي؟ بالظبط. هو خلي بالك كل بطوله احنا لعبناها كانت كده برضه، كنا بنقعد قبلها بشهر مثلا مع بعض وبتاع، ناخد على الجو وناخد على خلاص. لو بص، مفيش اي حاجه في حياتك البطوله. حتى قبل مثلا الماتش بيومين ياخدوا منها التليفون، والحاجات دي الحاجات دي بتفرق والله. ساعات في لعيبه بقى الجنريشن دي يقول لك تليفون ليه وبتاع. لا لا، الحاجات دي بتفرق. لو انت خدت من واحد التليفون بالذات في سننا ده، لو خدت من واحد التليفون وطلعته عن تركيز كل حاجه في الدنيا يعني، وخليته يركز في الكوره بس، هتلاقيه في حاجه تانية في الملعب، فاهم؟ فالحاجات دي الصغيره دي هي اللي بتفرق. وغير كده اصلا تفتكر يعني دلوقتي، او مش عارف انت بتعمل ايه الصراحه، بس لو مثلا انت عارف انك هتلعب نيجيريا مثلا ومش فاهم قوي مين لعيبه نيجيريا، برضه ده غالبا طول الليل قبل الماتش بتدقق مين اللعيبه وبتوتر روحك ومش فاهم، مش مم. عارف تعمل بس ايه. لا، اصل حاجات مش بوتر روحي، دي حاجه طبيعيه بتيجي لوحدها، فاهم؟ بس هو على حسب كل واحد وطبيعته. يعني انت لو انت طبيعتك عندك ثقه في نفسك ومش خايف من حد وعندك ثقه في فرقتك، اهم حاجه مش تخاف من حاجه، فاهم؟ بس في لعيبه في الماتشات دي بتيجي تعمل كده وبتاع، تقعد تتهز كده وتلاقيها في الملعب مش شايفه. فهو كل واحد على حسب طبيعته يعني. انتوا رايكم ايه؟ بس الاول، هي دي بودكاست مش انترفيو. قولوا انتوا ايوه رايكم ايه في البطوله ونيجيريا والسنغال، شايفين احنا هنعمل ايه؟ بتتقال الصراحة يعني أنا شفتكم في كأس العرب. الايكو يا زعيم. ايكو. لا بص يا احمد، الصراحه انا زي ما انت بتقول انا مش عارف اتوقع ايه، عشان انا ما اعرفش اه. اي انديه تانية غير مصر يا دوبك. ويمكن نرى يعني ممكن كام اسم اشبه عليه مثلا،
مش عارف لو المغرب طالعه ولا لا. المغرب اكيد طالعه. لا ده بالعكس، دي حاجه تانية. كان في مجموعه: المغرب، تونس، جزائر، ليبيا، اللي طلع منهم تونس بس. ايه فمغرب بره، والجزائر بره، وليبيا بره. ما بالظبط. فمش حاسس الصراحه ان انا اكون عارف انديه كتيره بره مصر يعني، بس محدش موجود. بس انت الصراحه في كاس العرب لعبتوا بطوله مع بعض، فاهم؟ معظم يعني غالبا معظم اللعيبه، والمفروض يعني وصلتوا النهائي لا يعني. وكنتوا تقال يعني، انتوا كنتوا جامدين. زي انت بتقول يعني من 4000 ل 15، يعني الشباب متحمس ولسه متحمسين يعني. بالظبط، ايوه. بس انا عايز اسالك على حوار الفانز ده، عشان انت مثلا دلوقتي بتقول في 15000 واحد رافلي بيتفرج عليك في الماتش. عشان انا مثلا يعني احنا مش عارف انت كنت موجود ولا لا، بس لما كان في بطوله المدارس اللي في الجونه، احنا الثلاثه في نفس المدرسه كنا وصلنا فاينل. في الفاينل كان في مثلا 200 نفر بيتفرج علينا، يعني بالكتير قوي 250 يبقى نفر. عندك حماس عالمي، فاهم؟ اللي هو احمد خلاص هتخش انا تكسر. يعني انا مش عايز اوفر، بس انا داخل الماتش انا رجليا بتخبط في بعض. انا لا يعني عشان لو حد بيسمع ومش مش فاميليار مع البطوله، انت بتكون بتلعب لحد النهائي، بتلعب في الملعب اللي هو مش الملعب الاساسي، الملعب الفرعي اللي بيتمرنوا فيه. بعدين في الفاينل انا فاكر احنا كنا بنلعب في استاد بقى، كان اصلا انا استاد مش لعيب كوره الجونه. يعني، فده كان اول واخر مره لعبت فيها في استاد. حاجه تانية. انا حاسس ان اه انا اه ضغط فاهم من العالم عليا. انا اصلا فاكر وانا بتفرج على فاينل تشامبيونز ليج كنت مع بابايا وجدي بقول لهم انا وانا داخل بطوله الجونه فاهم هلعب ضد الالسون يعني اجمد لعيب بلعبه فاهم، عمر عرياني ديمرداش بقى. مثلا. بعدين كنت مرعوب. ما بالك بقى انت بتلعب فاينل كاس العالم ومبابي عليك مثلا فاهم، ده ستريس تاني جنان، ده خالص. جنان. سيبك، مش عايزين نوصل لكاس العالم حتى. يعني انت تخيل انت داخل ماتش ضد السعوديه. انت عارف السعوديه عملت ايه في الماتش النهائي بتاعنا ده؟ احنا ايه داخلين ماتش السعوديه ده. اولا، اول ما دخلنا اوضه اللبس كانت متوسخه وكانت حاجه خرا. اولا. وبعدين بعديها آم، كانوا جايبين جمهور لابس ابيض وبتاع، اللي هم مش حتى جمهور، ناس تقعد بس يعملوا شكل، فاهم؟ اه دافعين لناس عشان يجوا يتفرجوا، ومشغلين ناحيتهم، جايبين زي سماعتين او الدي جي بحاله، يقعد قدام جمهور السعوديه عشان يعملوا صوت اكتر، فاهم؟ وبقى حاجات تعمل صوت اكتر وبتاع. وفي نفس الوقت برضو كان جمهور مصر اكتر، فاهم؟ انت داخل الماتش كده، طالع السلم وبتعمل كده بتعمل كده، تلاقي ناس وراك، ناس قدامك، 17000 واحد في استاد كبير، هبل يعني. ضغط مش لا طبيعي. بس بقول لك ايه، اكيد موقف زي ده اصلا انا مش عارف اتخيل. اصل كنت بتكلم اساسا مع حد في الحوار ده وبقول يعني مش يعني مثلا ما هو لما حسين قال على الحوار بطوله المدارس دي، انا ما كانش عن نفسي مش ما حسيتش ان انا كنت بتحمس قوي من الناس اللي بتشجعني اكتر من الناس اللي بتشجع ضدي. دي كانت بتقتلني. اه ده جدا، يا نهار حقيقي. ابيض، وانا وانا مش يا نهار فاكر شايف ابيض. غيرهم، انا مش شايف وانا اللعيبه فاكر في الماتش بتشجعني بتاعنا يعني. اصلا النهائي، انا فاكر في النهائي الناس كلها بره كانت ضدنا، غير غير مدرسه واحده. هي ناس كانت عشان كانوا اصحابنا فكانوا معانا، والباقي آه. كله كان كان ضدنا. ضدك. بس خلي بس ده بالك ده كان ده بتحمس احسن. اكتر اصلا. اه اه، اه اه بتحمس اكتر، بس بتحمس اكتر عارف بس يعني كتير. دي، عارفين يا جدعان بحس دي حاجه حلوه قوي بالذات بقى ليك انت كلعيب، عشان مثلا حاجه لاحظتها وكنت بتكلم فيها مع بابايا. قال لي لما هو قارن الجيل بتاع دلوقتي بتاع منتخب مصر الكبار بقى لما كانوا بيلعبوا في بطوله افريقيا، فاكر لما كنا لعبنا السنغال والناس قعدت تقول وضغط الجمهور والليزر ومش ليزر ومش عارف ايه، كان بيقول لي دي حاجه يعني هو قالها لي واقتنعت بيها برضه فكرت فيها. انت اللعيبه دي كتير منها قوي بالذات اللي بيلعبوا في الدوري المصري عمره ما لعب قدام جمهور، هو ما يعرفش صح اصلا صح يلعب مع جمهور فاهم قصدي، هو صح. بيلعب قدام استاد فاضي طول حياته. ومثلا دلوقتي بيلعب مع منتخب وهيلعب دلوقتي ضد بقى 50 قصدي في قدامه 50,000 واحد بيشتموا ليزر وبتاع. فان انت من هضم. دلوقتي من وانت لسه ما تمتش 20، مم. فانت من وانت صغير يعني ما شاء الله بتتعرض لحاجه زي كده، حاسس دي اكيد حاجه هتفيدك في الكارير بتاعك برضه فاهم لا، قصدي. الحاجات دي بتفرق جدا الصراحه. بتعرض حاجات، الضغط اللي هو من الميديا وبتاع ده حاجه تانية، بس اللي هو الملعب اللي هو بيبقى خلاص وش الوش، فاهم؟ امم انت ايوه مثلا هقول لك اكزامبل. لو اتفرجت، ما اعرفش لو اتفرجت على ماتش المغرب بتاعنا هناك في امم كاس العرب، ممكن تكون اتفرجت. في كوره كانت جايه لي عاليه كده، فجايه مسكها راحت واقعه مني. اه الكوره دي انا قلبي بص، مم. اللي هو خلاص بقى وش الوش. يعني عملت غلطه داخل الجون، انا رحت 60 داهيه، فاهم؟ مش بس الميديا، لا انا قدامي اهو واحد هيشتمني كده وش، فاهم؟ اه لو ايوه سيبك اساسا باللي هيحصل بعديها، انت ساعتها انت بتلعب اه، ماتش كوره انا فاحنا عادي. ساعتها هتلاقي ناس بتشوفني في ساعتها. فالحاجات دي ما هي بتفرق جدا. الحاجات دي هي بقى اللي بتخليك تدوس على نفسك، اللي هي مثلا تعمل سبرنت الاخير ده. الحاجات دي بقى اللي بتفرق لما يبقى جمهور وش الوش ده. هتلاقي اللعيب مثلا يا اما تلاقيه عالمي اللي هو مش حد زيه، يا اما تلاقيه ما عندوش فكره قدام الجمهور. في الحاجات الصغيره دي ايوه بتفرق بقى، فاهم؟ اللي هو الوش الوش. انت مثلا لو لقيت لعيب صغير في سننا
بيلعب بطوله افريقيا اللي جايه دي مثلا، وهيلعب على استاد افريقيا اللي هو اكبر استاد في افريقيا كله، استاد القاهره، فاكبر استاد في افريقيا كلها. مم. ومثلا تخيل 80,000 واحد في الاستاد في النهائي، مثلا لعب السنغال في النهائي 80,000 واحد. ممكن تلاقي واحد خايف جدا لدرجه انه مش عايز ينزل الماتش اصلا، بس ممكن في نفس الوقت تلاقي واحد عايز ينزل الماتش وعايز الماتش يتلعب النهارده قبل بكره، فاهم؟ ايوه فزي ما قلت لكم في الاول، هي بس على طبيعه الشخص، يعني طبيعه اللعيب. اكيد. انت بتتهز بقى ولا ايه؟ يعني بتحس ان انت تكون متوتر كده وفي 80,000 واحد جاي بيتفرج عليك؟ هكون صريح معاك، قول لي. لو قلت لك لا مش بتهز سنه كده او بخاف سنه ابقى كذاب. بس مش هي كل الصراحه حد عامل بس زيك يا هي عمر. بس هي زي ما انت بتقول، هي تديك حافز كده انك فاهم. بس انا مش بخاف على اللي عامل غلطه، انا بخاف على اللي هو مش، احنا مثلا كنا على طول بنحفز بعض، نقول ايه دول، احنا مش عايزين نروح الناس دي زعلانه، فاهم؟ دي الحاجه الوحيده اللي كنا عايزين نلعب عشانها. فكل مره كل ماتش بنخش احنا مش خايفين على نفسنا، خايفين على الناس دي بس اللي هي ما تروحش زعلانه، فاهم؟ حتى ايوه بعد الماتش، حتى اللي احنا خسرناه ضد السعوديه بلنتيز، ما كناش زعلانين على البطوله اكتر ما احنا كنا عايزين بس اللي احنا هنمشي دول الناس اللي هم وقفوا جنبنا كتير قوي زعلانه، فاهم؟ دي كانت اكتر حاجه ايوه متضايق منها، مش ايوه. اكتر. فاهم قصدك. بس طبعا انت بتعرفش يا احمد يعني، بس ممكن اقول لك ان حسين لما كنا نلعب ماتش في الدوري ضد مركز الدربي عشان كنا نلعب في الجزيره، كان رجليه بص تحت الارض. حرام حقيقه عليك دي يا عم. ولا ايه؟ حقيقه. انا يا حاسس حسين حقيقه كده عمرك الصراحه. بص بتقول. بص بيضحك ازاي، حاسس انها بص حقيقه. انا هقول لك على حاجه. سليم ظالمني في ماتش الجزيره ما كنتش متوتر. انا اللي كنت اه متوتر فيه لما لعبنا في الاستاد. المرتين اللي لعبت فيهم في استاد الجونه، في بطوله الجونه، اه المرتين اللي لعبت فيهم في الاستاد، انا فعلا مش عارف ليه كنت فعلا لا مرعوب. بس في كمان، مش عارف انت لعبت في الملعب ده ولا لا، دي ممكن انت برضه نادر تكون لعبت فيه. منشية ناصر. ناصر، انا عمرك ما احلى لعبت في ماتش ملعب لعبت لعبته ايه؟ منشية في ناصر؟ لعبت حياتي. ايه؟ ممكن اكون لعبت فيه مع بقول لك ايه، الزمالك انا برضه. انا لو قلت لك ديسكريبشن الملعب انت المفروض تهرشه في ثانيه. قول احنا لي. دخلنا الملعب، والله العظيم يا نادر، هو جبل من كل ناحيه من الملعب. في بس الدخله كان شارع، وبعديها الدخله بتاعت الملعب، بعديها من كل ناحيه جبال كلها زباله، وكلاب. وكلها وزباله بتولع ماشي. فانت اصلا الملعب عليه في سموك وبتاع، انت مش شايف اه كويس. مش عارف وفي تنفس اصلا. ناس في ناس قاعده على الجبال دي عماله تشجع وتشتم وترمي. انا دخلت الماتش ده، احنا كنا المفروض الفرقه الاحسن. مم. الصراحه لا، انا كنت مقلق يعني. داخل وبلعب في حته عمري ما لعبت فيها قبل كده، والملعب قذر، والعيال هناك بتتمرن عليه كل يوم، فيها هرشه فين الملعب عارف حلو وفين الملعب بالظبط. وحش. فبيبقى عندهم غير الابر هاند يعني. غير مم. كده يا عمر، اصلا انت قاعد عشان الجبال فلاقيكوا مجنون، ها. بعد كده وانت مش بتاخد بالك عشان انت في الماتش، فانت حاسس فعلا ان في ناس كتيره. خلص الماتش بتاخد بالك هم 20 طفل عندهم 12 سنه بطبله بالظبط. وبيصوتوا بيعملوا اجواء وبيشتموا. بنت كلب اه. وانت اه عشان اه زي ما اه. عمر بيقول لك هو شارع داخل شارع طالع، داخل شتم لا وطالع الصراحه بيحاسبين في عليك. ملاعب لعبنا عليها في الزمالك واحنا صغيرين، يعني مش طبيعيه، في دوري الجيزه بقى وبتاع. لا ملاعب كانت كده اه تحفه اه. كده برضه. كده لا كده لا، انا في وبالذات ملعب. بقى بالذات لما تبقى لو انت داخل الملعب، انت نادي الزمالك، فاهم؟ اللي هو انت من اه اكبر النوادي في مصر. انت هتخش م-م. هتخش هتخش الملعب، هتلاقي اصلا الناس جايه تتفرج عشان بس اهلاويه بس عايزين يبدروا عليك، فاهم؟ ايوه الناس ايوه. جايه تتفرج مثلا، واحنا داخلين ملعب طوب بقى يترمي علينا. على فكره ساعات الماتشات دي ما كناش بنكسب عادي، كانت عاديه اللي هو ما تبقاش سربرايز. بس ساعات برضه في نفس الوقت بنديهم مثلا 4 اجوال في اول شوط، يقعدوا يحتفلوا معانا بقى، فاهم؟ اللعيبه والجمهور لما نجيب جول يحتفلوا معانا بقى، فاهم؟ بس الماتشات دي كانت احلى ماتشات والله، كانت احلى وقت في اه اه الزمالك واحنا صغيرين. حاجات ما ب- تتنسيش، فاهم؟ لا لا، انا شفت حاجات يا جدعان وانا بلعب في الدوري الصراحه يعني، اعملها كلها تاني. بس عشان حوار ان انت تتوتر، على قد ما انا كنت مقلق قبل الماتش ده ومتوتر، بحس يا جدعان ان كل ده بيبقى في دماغك قبل الماتش. يعني انت مم. اول مثلا ما بتنزل او عامل باصتين صح، خلاص كده شكرا. فاهم؟ انت بتهدى شويه. بس لو دخلت بقى وعملت باصتين غلط في الاول، بالظبط. هي تبقى دي اهم ليله حاجه. سودة. انت هتبقى ليله لازم سودة. لازم اول حته تمشي. أيوة. يعني اول كوره لازم تبقى سهله. كده كده لازم يعني في اي مثلا حاجه دايما ابويا بيقول لي دايما ايه مثلا، لو الكوره مثلا جايه لك هنا اللي هو سهله في اول دقيقه في الماتش، لا طلعها، ما تمسكهاش، ما تحاولش تمسكها، فاهم؟ هي م-م. لازم ايوه اول كوره دي بس تطلع بيرفكت، غير كده بقى اعمل اللي انت عايزه، فاهم؟ م-م. بس ايوه. اول انا كوره دي بس هي تديك الثقه دي، تديك الزقه. كده كده. بقول لك ايه طب بما فعشان كده قول لي. لا لا، قول. لا عشان كده بقول لك انا كنت بس ساعات اللعيبه مثلا ممكن تقلق وهي مثلا بتسخن قدام الجمهور وبتاع، في تسخين وبتاع، قلقان شويه وبتاع، تنزل الماتش باوسه ماسكه اي حاجه، خلاص كنت ركبت الماتش خلاص، فاهم؟ م-م.
قول لا لي. بس عشان قلت برضو ابوك وكده مع الزمالك وانت صغير، وانت كنت طول عمرك في الزمالك ها. اه بس السؤال بقى الاجمد منه، هو قول لي. انت طول عمرك بقى كنت داخل انت مولود هتكون حارس غصب عن عينك، ولا لو اصل انا مش متخيل بني ادم يكون عاوز يقف جون لو هو عايز، فاهم؟ اصل هو بقى لا يا كسبان عم، مين عايز يقف جول فاهم؟ وهو يعني صغير بالذات مين عايز يقف جول؟ ما حدش عايز يقف جول. مملة قوي، بتفضل انت واتنين كمان وبيتشاط غير عليك. ممله، غير ممله، البريشر اللي عليك مش طبيعي. م. حبيبي انت لو عملت غلطه جول، يعني فاهم، انت اه ممكن تعمل يعني مثلا، انت ممكن تعمل غلطه واحده في اخر الماتش مثلا تخسر فرقتك، خلاص شكرا. بالظبط. المشكله ان انت فالبريشر اصلا ابن كلب يعني. بحس ان لو حارس عامل ماتش هايل مثلا وعمل غلطه فعلا زي ما انت قلت، خلاص كده. مش هيمسكوا له غير على الغلطه. بالظبط يا ابني، الماتش اللي فات بتاع سيتي وتشيلسي، كابا على فكره بالنسبه لي عامل ماتش كويس اه بالنسبه لي. م. الغلطه اللي عملها اللي هي ساب الكره تعدي دي بقى، وجاب الماتش كله على كابا، فاهم؟ بص بصراحه مش عايز ابعد يعني عن موضوع، احنا كده كده نتكلم عن الدوري الانجليزي كتير، بس اه مش قادر امسك نفسي. كيب اوحش حارس في العالم يا جماعه، ويعني انا عمري ما اقول حاجه ايجابيه على الراجل ده. بصراحه انا مقتنع ان فعلا يعني اي لاعب محترف حارس او مش حارس هيكون حارس احسن منه، هو فعلا ما عندوش فكره. يعني كنت عايز بس يعني اقول الموضوع ده لو بس هنتكلم بقى فعلا كيب ما قدرتش آه. اسمع حاجه ايجابيه. لو حارس هنتكلم قذر يا في جماعه. حراس بقى، حراس بريمير ليج، فعايز اقول لكم حاجه بقى، عشان ما فيش حد منكم يشجع يونايتد فمش فارقه، اظن دخيا كلكم منهم. تكرهوا يونايتد اصلا. لا بقول لك ها؟ ايه، تخيل ده اول سنتين في يونايتد كان كويس، غير كده انا مش شايف منه حاجه واحده حلوه، لا بس يا فاهم؟ جدعان كان عندهم مين الماتش اللي قبل ايفرتون يعني؟ مين كان الماتش اللي قبل اللي فات في الدوري؟ وولفز. 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 جدعان هو صاد ضد وولفز واحده، الفري انا كيك، مصدقتش نفسي. الفري كيك بتاع تروبن. من ال 90 وراح مطلعها وعادي جدا ماشي ولا. ماشي، الحاجات دي هقول لك حاجه، والله لو وقفتك انت في الجول شوت عليك انت هتطير على فكره وتطلع بالظبط، عادي. صعب هتصد صدة صعب حلوة من مليون. صعب صعب بس صعب بصراحه. صعب جدا. خلاص لا بلاش لا انت، صعب حاجة. نديم لو وقفت نديم جول، لو شوت فيها حبيبي هيطير شكرا. هيطير ويصد، فاهم؟ بس الحاجات الصعبه بقى اللي هو مثلا تفرق جول عن جول، فاهم؟ تفرق مثلا كروسز تطلع عليها، تلعب برجليك، الحاجات دي اللي بتفرق ديسيجن ميكنج. بس اي حد ممكن يصد، دخيا هو بيعرف يصد، بيعرف هو شوت ستوبر بس، غير كده ما يلعبش في يونايتد، ما يلعبش في يونايتد خالص. زي بنفضل نقول مثلا دلوقتي اصلا اللي هو الحراس يعني هي مش المفروض يصدوا بس، يعني مم. في حاجات كتيره قوي بالذات دلوقتي اللي هم لازم يلعبوا احسن برجلهم. بالظبط. وحسين اكتر واحد بيحبه يا احمد، ما اقولكش حسين ادرسن بيموت فيه. انا على ماشي. فكره بحب ادرسن، بس هو بس في فرق، في فرق انا نديم. ما عندوش فكره على اللي فكره، هو هو بس بيتريق بقى ايوه، ادرسون ما عندوش فكره. لا استنى انا بحب ادرسن كان بيلعب برجليه، بس هو ادرسن ماشي. ده من اوحش اللي جوالا شفتها في البريمير ليج، ده حقيقي. كشوت ستوب، كواقف في الجول، واقف في الجول. بص ايوه. بص عبد الرازق مش عايز يتكلم دلوقتي في لا ما انا الجول. موافق الصراحه، هو برجله يا ابني هايل، هو برجله برجله مش برجله طبيعي، هايل. احسن مش لاعب طبيعي. برجله في العالم يعني. يا عم بس لو كده بقى وقفوا باك ليفت، ده باك ليفت، ها ما ما اعرفش ليه. يعني انت عندك حق الصراحه، بس سهله انا مش يعني. فاهم هو. طب بالنسبه لك كام في المية مهم اللي دلوقتي يبقى بيكون زي دخيا مثلا بيعرف يصد وساعات بيطلع ماتشات 13 سيف ضد مم. ليفربول عشان مش بيحب يعوق غير ضدنا و... ومثلا وكام في المية يلعب برجليه ويبقى روش زي ادرسون بس بيخش فيه اي كروب. ما هقول لك حاجه صراحة، هو شغلانه الجول او الحارس الاوليه ايه؟ ما يخش فيه جول، صد. صد. ما صد. يخش فيه جول، فاهم؟ فانت طول ما انت ما بيخش فيك جول او شوت ستوبر كويس، اصل انت مش تلعب بلاي ميكر، انت مش بلاي ميكر. ايوه ايوه. الجول مش بلاي ميكر، انت عندك مثلا دي بروين مش محتاج ادرسون يعمل لك الكره العاليه لفودن كل ماتش، مش محتاجها. بس مم. انت محتاج بس واحد هو يشوط مش لك الكوره. زبال يعني يا جدعان، يعني هو مش شوت ستوب، مش اللي هو هيجيب لك كل كوره ويصد كل واحده ويعمل انسين سيفز بقى ويطلع مش والهايلايت ريل محتاج، وبتاع. بس في حاجات سهله ما بيعملهاش بس اصلا. ايوه ماشي، بس لازم حسسني ان هو زبال، يعني لازم حسسني لا يا ان عم. انا واقف في الجون يعني. بقول لك ايه، لا محمد لا الشناوي حسين. احسن منه شوت ستوبر. مين؟ محمد الشناوي والله مش الشناوي بهزر، محمد الشناوي احسن منه شوت ستوبر. ده اقسم ايجيبشن بالله، بايز ده. اقسم بالله يا عم، اجيب لك مين مثلا، اجيب لك مين تاني؟ ياسين بونو احسن منه شوت ستوبر. كيبا احسن منه شوت ستوبر. كيب اوحش حارس في العالم. طب نادر عشان انا لقيت ناس كتير بالذات من الناس اللي بتانلايز الكوره وبتاع بتتكلم عن الموضوع ده. شفت ان ناس كتير بتقول ان انت لما تكون من وانت صغير بتحاول تبني طريقه لعبك على حد بتاند اب ان انت يا اما بتلعب زيه يا اما ستايلك شبهه. فهل انت مثلا في جون او ستايل معين بتحاول تبيس لعبك عليه، تحاول تقول مثلا يعني أنا مثلا كنت باك رايت على قدي طبعا، يعني اجمد نادي لعبت في الجزيره، بس كنت بحاول اقلد مثلا ترنت مثلا، كان اه هدف يعني كان بص كده اللي هو فاهم والبس الخارجي رقم. بقى وبتاع. بالظبط. فهل في حد انت اللي هو يعني مين الحارس اللي انت بتبص تقول اه ده انا عايز ابقى ستايلي زيه وعايز ابقى طريقتي زيه كده؟
بص هو مفيش حد متكامل، فاهم؟ امم انت كلاعب كوره انت بتحاول تاخد كل حاجه كويسه من كل واحد. امم مثلا ابص على اديسون، عايز ابقى مش عايز ابقى عامل زيه بالظبط برجلي عشان مستحيل، بس عايز ابقى شبهه شويه. ببص على امم كورتوا، عايز ابقى شبهه شويه في الكروسز او الشوت ستوبينج. ببص على اديسون، ببص على البالانس بتاعه. ببص على فكره بقى، هقول لك حاجه سربرايز. مثلا ببص على جنش مثلا، هو مش جول كويس وبتاع، بس بيلعب في مصر وكل حاجه. ببص عليه مثلا بيقرا الجيم من احسن الاجوال اللي شفتها في حياتي. بتقرا الماتش، فاهم؟ يعني ممكن الكرة عالية يكون هو هناك بيستلمها على صدره قبل قبل ما اي لعيب يجي لها، فاهم؟ امم فكل واحد بتحاول تتعلم منه كل حاجه كويسه فيه، عشان ما فيش حد واحد. اصل انت لو هتبص على ايدل هتبص على احسن واحد في كل حاجه، فاهم؟ ليه تبص ايوه على واحد مش كويس في حاجه معينه؟ فما ينفعش ابص على واحد بس واقول انا عايز ابقى زيه، لا، عشان مفيش فاهم حد قصدك. كده اصلا. فعايز اخد كل حاجه كويسه من كل واحد، فاهم؟ وفي الاخر ايوه ايوه الكريدت اللي عندي بقى اشتغل بيه، فاهم؟ الحاجات اللي انا امم ممكن اعملها، الحاجات اللي أنا مش هعرف اعملها او ريسكي مش هعملها، بس كده. هو الحاجات سهله، فاهم؟ ايوه ايوه اللي هو بتحاول تشتغل على حاجه يعني مش اللي هو مش بالظبط ده مش اسطمبه يعني. بالظبط، ايوه مش طبعا، عشان لو خدت واحد اسطمبه هتبقى زيه بالظبط. وهو في حاجات عيوب على فكره، مش امم حاجات حلوه بس، فاهم؟ طب عندي سؤال يا بس نادر، طبعا على الاستنباط تاخدها من اللعيبه وبتاع، قول لي. تاخد بقى اسطمبة الشغل الكاميرات اللي رامز دي شغال عليه ده منه؟ على فكره بكرهه. انا ايوه، لا لا شكرا مش بطيئه، مش وحش قوي. انا بكرهه. كاميرات، بس ها؟ انا شايف اصلا لو حاولت اعمل زيه كده ممكن ظهري يتقطم، فاهم؟ هو بيعمل كده مثلا الكورت بقى هنا يعمل كده ويطير لك لورا ويطير لك لقدام، يعمل فاهم؟ حاجات غريبه، هو حاجات بتاع غريبه. افلام هو بتاع افلام. هو بتاع افلام كده كده، بس هو شوت ستوبر الصراحه. لا امم لا، هو جامد، الصراحه هو جامد، هو جامد. شوت ستوبر. مش بيسد. بطال، بس مش بس مش عالمي الصراحه يعني. مش ارسنال. مش بالظبط. حتى ستايله كده وشخصيته كده مش ارسنال، فاهم؟ أيوة، أيوة. ما هو للناس المفروض اللي مش جول عارفه. ارسنال، جول ليفربول، جول يونايتد كده يبقى ليه كده، فاهم؟ هيبه لا، كده. لا بس هو هيبه، ايوه هيبه كده. كاريزماتيك، يعني هو كاريزماتيك الصراحه، يعني عنده شخصيه. لا هو عنده شخصيه بيفكرني ضحك ببيكفورد وبتاع. سيكا. هو انت بتحب بيكفيد؟ لا انا ما بحبش بيكفورد خالص، بس انا اه بحس ان كل فريق لازم يكون عنده لعيب زي ده. بس يعني هقول لك لعيب حاجه، فاهم. ده يلعب على بيكفيد بالنسبه لي. اكيد. انا اه. شايف بيكفيد ما يستاهلش يكون نمبر 1 انجلاند أيوة. خالص دلوقتي. مش شايف مقتنع بيه خالص كده. الصراحه. هو مش وحش، بس هو مش انجلاند نمبر 1 خالص يعني. رامزديل امم احسن منه بشويه. طب بس نيك بقول بوب. لك ايه، نيك بو، لا كنت لسه اقول نيك بوب ده ما بحبوش خالص الصراحه. ايوه، هو براكسل بقى، فاهم؟ ايوه، ايوه. حرام عليك، نيك بوب كويس قوي. لا لا، هقول لك ايوه على بس هو حاجه. براكسل، هو اللي هو طويل وبياخدها بقى غشوميه بقى، فاهم؟ م- اللي هو هاخد الكوره دي انا هاخدها بقى غشومه بقى، فاهم؟ اكتر اه هو حاجه مفيش عشوائيه. مفيش مفيش جول في العالم كله هيبقى احسن من كورتوا. اليسون احسن من اليسون. كورتوا. مفيش جول في العالم كله يا نديم هيبقى احسن من كورتوا. بص بص يعني هي قريبه قوي كمان. والله قريبه، لا يعني مش ما ينفعش تبقى اقرب من كده، هي فعلا قريبه مم. قوي يعني اللي هو. بس اليسون احسن. بس اليسون تحس ان هو مصنوع، في فرق بين مصنوع وتالنتد، واحد موهوب وواحد مصنوع. انا مش فاهم. اليسون تحس ان هو، هقول لك في واحد مصنوع، في لعيب مصنوع اللي هو مثلا، هقول مين مثلا، مثلا كاسياس ده موهوب، فاهم؟ هو تالنتد. هو ايوه. مش محتاج مثلا. الموهوب ممكن ياخد بريك شهرين ويرجع ماتش يعمل مان اوف ذا ماتش. المصنوع ما ينفعش ياخد بريك يومين، فاهم؟ اوكي. يعني مثلا لو قعدت اليسون ده مثلا شهرين ثلاثه من غير اي كوره ورجعته يلعب، لازم ياخد وقت اول ما ياخد على الجو ويمسك الكوره تاني ويتحرك وبتاع وياخد تحركات وكده. انا بس كورتوا بصراحه ده موهوب، دي موهبه، فاهم؟ هو حاسك. اكبر دليل بكده ان اليسون ما تعرفش الا لما كبر، فاهم؟ كورتوا اه بس معروف وهو عنده دي 18 بس سنه. دي بس دي يا نادر الصراحه، دي يعني حته لما كبر دي، يعني دي ارزاق قوي الصراحه يعني مثلا. يعني كده زي عشان كده الصراحه. مثلا مش عارف يعني انتوا، يعني مش عارف انت يا نادر ومش عارف الناس اللي بتسمعنا، بس يعني بشوف الموضوع ده على تويتر كتير، مش عارف تبص على تويتر قد ايه، بس يعني من الحاجات اللي بشوفها على تويتر مثلا اللي هو لما تحب تتريق على لعيب مثلا تجيب مثلا ايه، حد يكون مثلا عايز يتريق على فان دايك فيجيب لك مثلا سليبه وفان دايك، ويجيب لك سليبه ات لا 21 وصوره من سليبه في ارسنال، وفان دايك ات 21 صوره من ارسنال. هي مش كده، احنا بروجرس يعني مثلا. انت يا نادر دلوقتي مثلا ما شاء الله عرفت تبقى، مش عايز اقول انت معاك واحد في المنتخب، اي واحد معاك في المنتخب الباك رايت بتاع منتخب مصر ما اعرفش هو مين اصلا، ده واحد عنده 20 سنه ودلوقتي بيلعب في منتخب مصر. ممكن يا عم كمان سنه يجي له رباط صليبي لا قدر الله، ما بقاش لاعب كوره. صح. غيره دلوقتي في ولا حته بيلعب في نادي الجزيره، سنه اتنين في الثانيه بقى احمد فتحي. فاهم قصدي؟ فهي لا يعني حكايه ان هو اتشهر وهو كبير دي. بس انا بتكلم على الحراس بس، مش بتكلم على اللعيبه. اللعيبه غير، اللي هي ممكن يبقى فيه هيدن جيم مستخبيه كده وتلاقيها لما يتم 30 سنه عادي.
حراس مم. بس بتبان. الحراس بتبان من بدري، فاهم؟ بتبان انت موهوب ولا انت لسه ممكن يبقى فيك حاجه، فاهم قصدي؟ ايمي مارتينيز زمان ما كانش كويس كده على فكره، لما كان بيلعب زمان ما كانش كويس خالص، لما كبر عارفين بقى كويس. وشفتوا قصه الحارس بتاع اياكس اللي هو اللي هو 40 30 سنه سنه ده اللي بشعر ده. اللي بشعر، ايوه اسمه ايه، أنا نسيت اسمه. مش فاكر اسمه ايه الصراحه. هو كان عندهم، هو كان ثيرد تشويس وراح اياكس مم. ثيرد تشويس. بعديها اول واحد اتصاب، والتاني ونانا كان سسبندد، والتاني اتصاب فهو لعب. مم. وبعديها كان رهيب، لا هو قعد والاصيع يلعب، لسه كان منه رهيب وعنده مش عارف كام سنه في عنده اخر 40 الثلاثينات سنه يعني. حاجه كده. بس الاصيع منه يا جدعان مثلا نفس القصه، بس نوبيات ده بتاع منتخب هولندا. اه ايوه انا عايش مع واحد هولندي يا جماعه بيقول لي انا ما عنديش فكره جابوه منين وجابوه ليه وهو ليه بيبدا. بس ولما تبص على قصته إيه كام نادي تخلص منه وهو يا دوبك دلوقتي لسه بادئ في دوري انجليزي وعن دوري سوري الدوري الهولندي، فرقه وحشه قوي اساسا بتخلص ال 12 على الدوري مثلا. ودلوقتي لعب منتخب هولندا عنده 28 سنه وكان فعلا كويس. بس هو جامد يعني، هو كويس عجبني يعني. كويس فكره كويس. مم. بس برضه في جوال، في حراس موهوبه برضه مش هغيرها، فاهم؟ في جوال موهوبه وفي جوال مصنوعه، اه فاهم؟ طب ماشي يعني كده كده يعني. ايوه عشان كده بحب كورتوا ده مش طبيعي. نديم انت مش كل فاهم حاجه ها؟ يا اكيد ابني. اكيد، لا على انت فكره بالك قد ايه في التوب فلايت وبتبرفورم افري جيم. كده ايوه كده هو انا لعب بس. مش فاكر انا مش فاكر اخر ماتش كورتوا عامله وحش، شايف الماتش بتاع كاس العالم، انا قصدي نادي. مش هو فاكر اخر لعب ماتش عامله في كاس وحش، فاهم؟ هو لعب تشامبيونز ليج فاينل مع اتلتيكو برضه. هو عنده مم. 19 وكان 20 جامد. سنه حاجه كان كده. عيان هو في اتلتيكو وهو صغير. عندهم من هو جامد تشيلسي. قوي الصراحه، مجنون. جامد قوي بس الصراحه. الحاجات دي بتفرق صراحه. بس احمد يعني عشان كنا لسه بنتكلم عن ارسنال من شويه ما قلناش انك انت اصلا بتشجع ارسنال. مم. فقول لي كده هتعملوها ولا ايه؟ شكلنا كده. على يعني فكره باي ذا واي I predicted قبل الموسم يبدا، عشان بس اكون صريح معاكم، ان احنا نخلص 7. اكون صريح معاكم يعني، اكون شكلك صريح معاكم. شكلك قوي. زي اكون صريح معاكم. فاللي بيحصل دلوقتي ده انا مش مستوعبه. اوكي ولحد دلوقتي برضو خايف، يعني كل ماتش مثلا بتفرج عليه حتى واحنا بنلعب كويس قوي، خايف برضو مثلا سيتي تعملها في اي وقت. السيتي خلي بالك جامده قوي برضو. لا مش وسيتي مش كانت في الموقف ده قبل كده يعني كذا مره، اللي هو بص كريسمس بريك، وفرق بيننا وبين ليفربول كان 7 نقط، وعندنا الماتش بتاعنا كان احنا وليفربول، كان ماست وين جيم، كسبنا بقت 4 نقط وخدنا الدوري في الاخر. الدوري يعني. بص يا نادر، انا كواحد يعني كواحد جزء كبير من مواجع حياتي نابعه من نادي سيتي، اقدر اقول لك انك ما تحتفلش بالدوري غير وهو في ايدك. انا والنادي ده، حبيبي، انا لو خلصت رابع انا اكون فرحان، ده اللي انت مش فاهمه. انت شكلك، بص انت شكلك حزين، انا زيك على فكره. يا ابني لا، انت زي السنه ايه يا دي، نديم؟ حرام عليك يا نديم. حرام لا عليك، مش انت مش حاسس اللي قصدي احنا بنحس بيه يا نديم. مش قصدي مش مش قصدي مش حاسس. قصدي كليفربول، انا قصدي انا كحسين. انا مثلا ايه، اسال سليم مثلا هنلعب النهارده مثلا شبين الكوم مثلا، احنا هنخسر النهارده يا سليم. سليم ده سليم بقى ده ده العكس، مفيش سليم. تفاؤل، انا ده مفيش فاكر تفاؤل. قبل ما ليفربول يكسب الدوري قال لي، يعني السنه اللي قبل ما ليفربول ياخد فيها الدوري، قال لي في الصيف، انا كنت قاعد معاه، قال لي بقول لك ايه، احنا السنه دي هنكسب الدوري من غير ما نتعادل ولا ماتش، هنكسب 38 ماتش. عارف الناس اللي هو بيقول لي اي كلام، بيهبل بس. ازاي يعني؟ ده جنان، ده جالته في الحلم دي ولا ايه؟ دي مش فاهم. اه انا بحب طب احلم. انا هقول حاجه، وعايز رايكم فيها، بس هاخد راي السيتي الاول، ما تتكلموش قول لي. انتوا. شايف ايه في داروين نونيز؟ بص، عشان احنا بنتكلم في الحوار ده كتير جدا جدا، اه وسليم الباز هيجنني. مش عايز حد يتكلم لما يخلص كلام. ماشي، ده واحد فيرود، انت كفيرود لازم تحط جوان. مش صح فارق لي بقى انت رحت كام هجمه، مش فارق لي انت خطر قد ايه، وشعرك حلو قد ايه، وشكلك جامد في الملعب قد ايه. خلص صح الكوره، انت صح. بيجي لك في الماتش 4 تجوان، لازم جون. على الاقل جول. كلهم بيضيعهم على كلهم يا الاقل. جدعان. ماشي. الواد نجس، الواد لا، ومش سيء، بيضيعهم بطريقه عاديه، هو بيضيعهم بطريقه الواد مش سيء. مش مش مفهومه. ماشي انا خلاص. انا مقتنع انا مقتنع واحد كان بيلعب في هليوبلس، انا مقتنع ان انا لو جالي كل ماتش ال5 فرص اللي بتجيله دي، ممكن ماتش اطلع بصفر، بس انا في كذا واحده منهم جون. انا اقول لك لو حاجه، هو بعبع اول واقف اول قدامي ما راح جون. ليفربول اول ما راح ليفربول مش فاكر، اعتقد رديت على تويت نديم ومش فاكر مين، بس قلت والله هيفلوب. انا السنه اللي فاتت دي كلها كنت اتفرج عليه هنا وبنفيكا. الواد سريع، سريع قوي وبتاع وبيعافر وبتاع، بس هو مش سترايك ليفربول، مش سترايك البريمير ليج.
هو خطر الصراحه، هو لعيب خطر قوي يا ولعيب ابني زيرو هتاخد بالك تكنيك، منه، هو ما بس عندوش ما فكره. ينفعش التضييع ده. خلصتوا قول نديم. خلصتوا تمام. قول. بص، نونز دلوقتي النهارده، نونز دلوقتي لعيب مش جامد قوي، اقدر اقول كده. بس انا عايز اقول حاجتين، هو زي ما انا ستوك تخلص وجوني خلص. اول حاجه، ماشي. انتوا الاثنين ماشي بتتفرجوا على الماتشات، بس يعني ناس كتير قوي اللي بتتفرج على الكوره وبتتكلم عن نونز ما بتتفرجش على الماتشات اصلا، وبتقرا بس ان اللي بتقراه عن اللي بيتكتب على الميديا. ايه اللي بيتكتب على الميديا؟ اللعيب ده فلوب. وفي نفس الوقت بيتكتب في الميديا مثلا واحد زي راشفورد، لعيب عالمي. راشفورد جايب جون اكتر منه او جونين حاجه زي كده، ولعب حوالي 3 4 ماتشات اكتر، والتاني ده فلوب. المفروض هو مش فلوب، لا هو مش كويس بس هو مش فلوب. فانت اولا انت راي الميديا بيأثر فيك. تاني حاجه بقى، ودي اهم حاجه عايز اقولها، يعني لو انت هتقول عليه دلوقتي وحش ماشي معاك، بس وانت هتقول لي ان انت بتتفرج على اللعيب ده ومش شايف ان اللعيب ده كمان سنه او اتنين هيكون من احسن راس حربه في العالم، انا فعلا مش فاهمك يعني. وهقول لك على حاجه، ليفاندوفسكي في اول موسم ليه مع كلوب جاب في الموسم كله 9 اجوان و4 اسيستات. نونس دلوقتي مع 9 اجوان و4 اسيستات واحنا لسه في نص الموسم. دي اول حاجه. سواريز في اول موسم جري فيه ليفربول 11 12 كان عنده نفس الكونفرجن ريت، كان بيضيع، تاتشه كان وحش، كان زي الزفت، الناس كانت بتقول يمشي، كان جاي من دوري نص نص، كان جاي من اياكس زي ما ده جاي من دوري نص نص. ماشي. فكل اللي انا عايز اقوله بس، صعب قوي انك تكون مهاجم بتروح بهجمه كل يوم، كل كوره قصدي، بس مش صعب قوي ان انت تتحسن. هو عنده 23 سنه. فانا عايزكم بس تفتكروا كويس قوي ان انتوا تقولوا دلوقتي ده، وانتوا تفتكروا ان انتوا النهارده، هو احنا النهارده يوم 7 يناير 23، عايزكم تفتكروا ان انتوا تقولوا على اللعيب ده كمان سنه بس او انا اتنين لما يكون لعيب بس لازم تحط برايس تاج عالمي. كمان اندر كونسيدريشن. ده غير كده هو بالظبط. ما حدش فينا قال حاجه غلط على فكره. هو احنا قلنا ان داروين دلوقتي نجس وحش، هو وحش. هو قذر البرايس تاج قذر، وداروين حاليا قذر. ايوه صح. ينفع يا يعني عم بقى، لا ما تقولش يا عم بقى ثانيه يا بس عم بقى النبي ارحمني بقى مرة النبي في بس حياتك. ما تقولش يا عم بقى. احنا قلنا ان داروين دلوقتي قذر. انا يا عم انت شايف ان داروين كمان كام سنه ممكن يكون من احسن المهاجمين في العالم، اهلا وسهلا. بس انا عايزك تعترف ان داروين هو دلوقتي دلوقتي قذر. قذر. معاك. مش صح. قصدي. لا مش هقول عليه قذر. ليه اقول عليه قذر يا جماعه؟ هو بيضيع بس بيخلق، فهو مش قذر مبدئيا، ما ينفعش اقول عليه قذر. هو جايب نفس اجوان، هو خصوص مش جايب 5 برضه في الدوري زيه. لا خصوص مصاب بقاله كتير فما تتكلمش عنه. مصاب، بس داروين برضه كان مطرود في اول 3 ماتشات، بوظ الريتم بتاعه، بوظه تماما، ما كانش يا عنده عم ريتم. مصاب غير مطلوب، بص دي حاجه برضه نحطها تحت حسابات كده، فاهم؟ اللي هو هو الطرد وهو متخلف بيضرب عقليا، حد. هو بالظبط. متخلف عقليا، دي حقيقه. مين تاني ماشي. متخلف عقليا؟ مين تاني متخلف عقليا؟ مش لازم اقول اسمه. سواريز. مش لازم بس اقول يعني. اسمه. وكمان حاجه، ماشي. الحاجه الوحيده. ماشي. مين؟ سوارز. سوري ايوه سوري. ايوه. بس الحاجه الوحيده اللي انا دلوقتي يعني هتفق معاكم اللي انتوا قلتوه، هو السعر، والسعر حاطط عليه ضغط جامد جدا. ده حقيقي. هو بس مش اكتر. وكان خلي برضه بالك، ليا انت جبت سيره راشفورد كمان. انا شايف راشفورد ماشي، عامل موسم كويس وبتاع، بس هو مش الدرجه دي، فاهم؟ كده كده بس اه. ما ده بقى فرق النارتيف. انا امبارح يعني كده انا عارف ان ده مش ناس كتير بس يعني انت بتقول هقول كده. لك حاجه، انت فاكر الناس عملت ايه في راشفورد السنه اللي فاتت؟ ماشي، بس ما هي بتبقى الناس فشخته. بتبقى ايه، الكلام بيجيب كلام، فاهم قصدي يعني. انا اه. امبارح شفت واحد كاتب ان راشفورد مستوى مبابي يعني، ما هو فاهم انت. هي لما بتزيد ليك وبتزيد عليك. بس بتوع تويتر دول يعني دي بحس والله العظيم مش انا بشوف حاجات ساعات انا بكون بقفل تويتر في ثانيتها. بتجنني. يعني هم بيعملوا كده. انا فعلا انا وصلت للكونكلوجن ان هم بيعملوا كده عشان يعصبوا الناس ويجي لهم انتراكشنز عشان يجي لهم على اتنشن، الاكونت ايوه بتاعهم. يعني. بس ماشي يعني اكيد. بس الصراحه انا فاهم الامه اللي على راشفورد. يعني انا فاهم زي ما انت هو جامد على فكره. انا فاهم الامه. يعني انا اتفرجت على لا اخر كام ماتش يونايتد هم جامدين قوي يا جماعه اتفرجت على وتحولوا امبارح. بسببه. امبارح ولا اول امبارح ايفرتون. امبارح. اتفرجت امبارح ايفرتون على كان امبارح ايفرتون. بالليل. لا الصراحه الواد عمل ماتش جامد لا الصراحه. رهيب يعني. سريع وقوي وبتاع، عمل ماتش جامد. لا ايفرتون جامده برضه، ايفرتون مش وحشه كلعيبه كنيمز. ايوه كده كده على يعني. الورق، جامده. سيبك من لامبرت عشان لامبرت بيضيع اي حاجه، بس اه الصراحه ايفرتون على الورق جامده يعني. مش انت ايفرتون اخر تلاقي 5 سنين صارفين 500 مليون مثلا، يا فاكيد نهار اسامي ابيض، يعني. يا نهار ابيض. وشايف آه عاملين ازاي؟ وحشين قوي يا ابني. قبل ما نبعد عن الموضوع، في حاجه يا نادر عايز اسالك عليها. عمر كان قول. لسه بيقولها في اول الكلام ان هو حاسس ان هو لو لعب في الدوري الانجليزي هيجيب 5 تجوان، ولا مش عارف كان بيقول حاجه كده. لا ده انا ده عايز بقى عشان اسالك، عايز انا ثاني بس هنسال السؤال. فانا دلوقتي عشان انت اكتر واحد فينا شاف ناس يعني بروفيشنال، ومثلا اتمرنت مع الزمالك فيرست تيم، حضري بيمرنك، شفت ناس بروفيشنال مان تو مان اكتر مننا بكتير. اه فانا سؤالي ليك، ايه الفرق بيننا وبينهم قد ايه بجد يعني؟ هل الحاجات دي بجد حقيقيه؟ يعني انا دلوقتي لو انا مثلا لو لعبت بكره مع ليفربول بدل ترينت هيخسروا 7؟
لا وانا عايز بس افهمك انا عايز افهمك هي جايه من فين السؤال ده، عشان احنا والله يا نادر احنا بقالنا سنين نكون زهقانين مثلا، كله ساكت محدش بيتكلم، يوم فجاه حسين قايل مثلا، وانا لو دخلت 100 1 على ميسي مثلا اعدي بواحده. وانا في حاجات كتيره كده بجد بصراحه انا كنت بكون مقتنع بيها. يعني انا كنت مقتنع ان انا في سيزون سيتي اللي هو 100 نقطه ده، انا كنت مقتنع 100% لو انا باخد بنالتيات وانا واقف سترايكر بلعب كل ماتش انا هطلع بخمس تجوان على الاقل في السيزون. احنا لما ارجع مصر اول حاجه هنعملها هجيبك ونشوط عليها 10 بلنتيز. انا أوه. موافق، انا مش بقول لك موافق، بريمير ليج، مش بقول انا لك موافق. بريمير ليج جول كيبر، بقول لك اهو دوري البرتغالي جول كيبر اهو. يا عم احسن من ونشوف اي حارس هتعمل يا ايه، عم. هتشوف هتعمل ايه. نادر شكله نسي. ميسي آه. الرئيس ذنبك. نادر شكله نسي. يا عم ده زمان زمان، لا للي دلوقتي حاجه مش بيسمعونا احنا فارقني بقى الثلاثه، زمان مش زمان. احنا استنى الثلاثه فهموا الناس، مشربين طيب نادر مش فهموا فاكر الناس. كام جون في ملعب بالم هيلز. نادر هو لا يا عارف هو حبيبي عارف. انا اللي يا ماشي يعني نعديها احنا الثلاثه مشربين على فكره نادر. عايز اقول حاجه، خلي بالكم الماتشات دي كانت بتخلص مثلا 11-10 مثلا، ايوه انا هو الماتش ده 5. انا الماتش ده انا فاكره هو خلص مثلا 10-6 ولا حاجه. حاجه كده انا فاهم، حاجه حطيت كده. اتنين مثلا. لا بس عمركم ما كسبتونا. يا ابني الماتش ده احنا كسبناه. احنا كسبنا لا لا الماتش لا ده. لا لا احنا لا, لا. كسبنا الماتش ده ما والله تبقاش كداب يا العظيم. نادر بقى، ما سيبك تبقاش. بس من الاجوال الاوف سايد اللي انتوا بتجيبوها بقى، والحاجات النعسيه دي واحنا يعني صغيرين. واحنا عيال قد كده نوقف مثلا صاحبة حد مننا تقف على الرايه وبتاع، فاهم؟ سيبك من الجو ده، فاهم الجو. انا بتكلم مثلا لو لعبتونا مثلا في انتوا هتخشوا بطوله الجونه اللي جايه دي. ان شاء تعرف اقول لك الله. على حاجه يا نادر، بالسيف احنا عشان ممكن اخشها انا كمان لو دخلناه ولعبناكم. لو كسبتوني اعمل اللي كنتوا عايزينه. ماشي. بس تعرف ان ماشي انا احنا موافق. مدرستنا احنا عمرنا في حياتنا ما قابلنا بعض في البطوله، يعني ايوه بس جيلنا. احسن ايوه برضو سمعت احسن الحوار ده. برضو والله. احنا عشان جامدين جدا يا ابني. ما احسن يا نادر، اصل والله انت احنا جامدين اصل انت جدا برضو، انت اصل مش انت جاهز انت يعني. انت حبيبنا، يعني انت حبيبنا، واحنا عايزين الكارير بتاعك في الكوره يكمل. فلما واحد زي عبد الرازق يجيب فيك هاتريك مثلا في اه البطوله وحشه ليك قدام الجمهور والميديا، هتبقى وحشه صح يعني. صح. لا بس خلي المشكله بالك البطوله عبد دي الرازق كمان، فروت البطوله جامد دي يعني. هتكون بعد على طول اندر 23 افريقيا في المغرب، فاهم؟ فانت اوبا ترجع اوف. سخن بقى ايه. هرجع مولع هترجع مولع. تلبس من الريز على طول. اول ما ترجع. والله هرجع مولع، فاهم؟ اللي هو اخش البطوله مش مفيش حاجه، مفيش جول اخش فيها. بس انت يعني هي انت يا كده. نادر دلوقتي انت بتقول ان احنا الفرق بيننا وبين البروفيشنالز لو شاسع يعني. نرجع للموضوع ده هقول لك انت بتقول هي كلعيب كوره، كدلوقتي مثلا انا لو مثلا، بس ما ينفعش برضه تكون قاعد على السرير وتقوم تعدي فان دايك، فاهم؟ مش مم. الدرجات دي. بس تبقى انا كلعيب كوره اهو دلوقتي، كان عندي 16 سنه في الزمالك، ممكن كان في ثانيه كنت مع فيرست تيم، في ثانيه تانية كنت بتمرن مع شيكابالا، في ثانيه تانية كان مصطفى محمد بيشوط فيا، فاهم؟ مم. فهي كلها خطوات، الكوره هي بس اسامي. طالما انت جاهز وعندك ثقه في نفسك خلاص انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. بس تكون بس انت جاهز وعارف من جواك انت اشتغلت كويس، لو انت اشتغلت جامد جدا. عشان هو اهم حاجه مثلا تكون داخل الماتش، مثلا عندي مثلا ماتش هنا بعد بكره، لو ما رحتش الجيم النهارده وبكره مثلا اشتغلت 100 بوش اب ولا حاجه، هخش الماتش حاسس ضعيف. هي كلها منتج زي ما قلت لكم. باشا هي يا نادر، الفكره بس كلها. معلش يعني. معلش اقول لك حاجه. دلوقتي يا عم قول انا لي. دخلت يا عم واتمرنت ورحت الجيم، وانا دلوقتي حسين ورحت الجيم وبتاع ومنتل ومش منتل. معلش ما هو اللي انا اللعيبه البروفيشنال ما هي راحت الجيم زيها زيي، بس هم احسن مني ايوه بكتير بقى كمان. هي بقى هو من عند ربنا بقى، هو احسن فاهم؟ مني يعني. بس يعني اللي انا قصدي هقول لك اقوله ان مثلا حاجه، هم. عارف اللعيب اعتقد عبد الرزاق يعرف، عارف اللي هو روميو لافيا ده، نص ملعب ده، اللي بقى في ساوثهامبتون اللي هو كان في سيتي وراح ساوثهامبتون. ايوه. الواد ده مثلا انا كنت في ترايلز اندرلخت وانا صغير خالص، الواد ده كان معايا في فرقه، فاهم؟ وكان بيتمرن معايا وبتاع، كنا بنتمرن مع بعض وانستجرام مع بعض وبتاع، لحد ما وصل لسيتي. هو خلاص بقى، هو كل واحد بيوصل لمرحله كده، ويا اما تروح شمال يا اما تروح يمين، فاهم؟ الشمال اللي هو تبطل، اليمين بقى لو تكمل. انت لو كملت بس، لو عديت المرحله دي، على فكره رومي ده بقى في الفرقه بتاعت اندرلخت دي ما كانش بيلعب اصلا، اوكي. فاهم؟ هو فهو كل بريك. حد في نفس الليفل، هي بس بتبقى لوك. اه طالما انت بس من وانت صغير بتشتغل كويس وفي نادي كويس وبتتاسس كويس، هتلعب مع اي حد. كده بس لو انت قاعد على الكنبه ما ينفعش يعني. يعني انا مستحيل. انا بتضايق قوي لما نبقى قاعدين وحد يقول اه والله انا لو لا انت لو مكانه ايه انت، انا برقصك. لا مستحيل. يعني هقول لك مستحيل. حاجه، انا مره مثلا السنه اللي فاتت كنت في الساحل، وكان في واحد يعني بدون ذكر اسماء، واحد كنا قاعدين معاه يعني صاحبنا، فكان قاعد بيقول يعني اظن دي اغرب حاجه سمعتها في حياتي في الكوره. كان بيقول هو لعيب يعني بيلعب، مش فاكر بيلعب فين، بس هو مهم يعني ان هو مش احسن مني بكتير قوي يعني. ماشي. فكان وانا على قد جدا، فكان بيقول ايه، كان بيقول ان هو بيدافع احسن من ميسي.
فقلت له يعني ايه، يعني انت ازاي بتقول لك احسن من ميسي؟ ازاي انت مفيش حاجه تبقى احسن؟ في اي قلت له حاجه اصلا. فبعدين قام واحد مننا، قمت انا ساله قلت له طيب يعني انا دلوقتي لو في مليون جنيه هتجيلي لو رقصت حد، وانا يا اما هرقصك يا اما هرقص ميسي، القرار الاذكى ان انا اختار ميسي؟ يعني انا لو عايز اكسب المليون جنيه اختار ميسي؟ قال لي اه اختار ميسي. حاجه زي كده عيب يعني، ده غلط غلط، الجمله دي ما ينفعش تطلع من بقك. انت كويس انت قلتش الاسم عشان كنا نمسك فيه دلوقتي. اه يعني ما ينفعش ده قصدي، انت عيب بتقول الصراحه. واحد اشتغل على نفسه وبتاع ماشي، بس انت كواحد اماتشر كده زيك، مش زيك انت، زي انا وسليم وعمر، لا انت ما انت مش مستوى لا الناس ما دي. ينفعش، ما ينفعش، عشان كده بقول له ما ينفعش. بس انت من وانت صغير، حتى مع على فكره بقى مع مصطفى محمد صلاح، ما كان مم. في نفس مكاننا وكان اوحش مننا كمان، مم. اوحش مننا بكتير. بس وقت شغل بقى في نفس الليفل واحسن، وبيتصنف كاحسن لعيب في العالم. مم. هي مش صعبه لدرجه ان هو بس محتاجه كونسيستنسي، وبص كوميتمنت لدرجه مش طبيعيه. مش سهله مم. خالص عشان توصل للمرحله دي، مش سهله خالص. يعني مثلا اللي انا اه فيه دلوقتي، انا بقالي سنتين، بقالي سنه ونص هنا عايش في بلد خرا، واوضه قد كده، وبرجع منتخب ببقى ستار، باجي هنا لسه بكتب من جديد وبعمل صفحه جديدة من جديد وبتاع. لو انا هنا ضعيف هتلاقيني بقع مم. في ثانيه، عشان ياما لعيبه راحت على اوروبا فشلت ورجعت تاني. هي ايوه سهل قوي تفشل بس صعب قوي تنجح، فاهم؟ ايوه، فاهم ما قصدي؟ كنا لسه بنقول كده برضو يعني يا نادر، كنت بفكر في الحوار ده. يعني انت مثلا قاعد دلوقتي في البرتغال مع نفسك خالص، ما اظنش يعني ان معاك اي حد مصري، لا لا. هيبقى معاك حد واحد بيتكلم معاك عربي اصلا. فاهم قصدي؟ انا نفس موقفك فاهم، ومش بطيء نفسي، بس انا حظي حلو، عندي الاوبشن ان انا بخلع بطير على الشباب ولا في الشهر حوالي و... وفي نفس الوقت قلت برضو اللعيبه لما بتروح وبتسافر وبتخيش وكده، يعني بقى في اكزامبلز كتير قوي لعيبه مصريه راحت وكان ماشي حلو، بعد كده فشلت خيشت. ورجعت تاني. بقى ليه بقى؟ علشان ديستراكشنز بره وكده. فانت ايه النظام عندك في الحوار ده؟ يعني في شباب في النادي لذيذه وبتاع، ولا بتزهق وتفضل قاعد في ستيشن بالليل وكده؟ الصراحه اقول لك حاجه، انا هنا هي فيها بروز اند كونز. الحته اللي انا عايش فيها دي فيها بروز اند كونز. امم بيزلا اقرب حاجه ليها بورتو ساعه ونص بالقطر، يعني اصلا. تمام. سفر، يعني سفر. فانا عشان اروح مثلا اخرج يوم في بورتو هيبقى ساعه ونص. انت امم عايزني انا بعد ما اخلص تمرين او ماتش انزل مثلا مستحيل الساعه يعني. 5 ايوه 6 بالليل اركب قطر عشان اوصل الساعه 8 مثلا وابدا يومي وارجع تاني الساعه 12؟ مستحيل. ايوه مستحيل. ايوه. وفي نفس الوقت انا اصلا طبيعتي وانا حتى في مصر ما بحبش اخرج كتير، بس امم بحب قوي بقى. دي حاجه غريبه شويه، بحب قوي يبقى عندي الاوبشن ان اخرج واقعد في البيت، فاهم؟ مش فاكر. انا عايز اقعد في البيت، بس بكره بقى لما يكونش عندي الاوبشن وانا عايز اخرج. ايوه 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 فاهم. ايوه فاهم لو قصدك. وكمان انا ما بحبش اخرج لوحدي، بس فاكس قوي الصراحه. لو واحد مننا، أصل اكيد هتبقوا انتوا نفس الحاجه عشان انتوا نفس السوسايتي بتاعتي. لو واحد مننا قاعد في البيت مثلا في بلده وما يعرفهاش، مش هينزل لوحده يخرج، يعني هتعمل ايه لوحدك؟ مستحيل يعني. هتعمل ايه؟ فاهم؟ ايوه ايوه. ففاكس قوي تنزل لوحدك وسفر وبتاع عشان تخرج ساعتين لوحدك، هتعمل ايه؟ هتروح كلوب لوحدك؟ لا طبعا. فمفيش ديستراكشنز بقى، فاهم؟ دي احسن حاجه ايوه يعني، دي ايوه. دي دي البروز اللي هي مفيش اي ديستراكشن. الكونز ان انا مثلا تخيل مثلا عملت ماتش وحش، عملت غلطه وخسرت الفريق مثلا، رجعت الاوضه مع مش عارف نفسك. انام، مش ما عارف انام عندكش اي مع حد نفسي. مفيش اي حاجه افكر فيها غير الماتش. فده ايوه بقى الحاجه اللي بتخلص على اللعيب بقى، فاهم؟ طب ممكن ايه وانت، ماشي كويس قوي يعمل غلطه خلاص شكرا. طب بس اه. انت ان شاء الله يعني باذن الله يعني يا رب ربنا يوفقك، انت مش هتفضل في فيزيلا يعني، انت افتراضا مثلا مم. يا عم بكره تشيلسي بعت لك اوفر وبتاع ورحت لندن. اقف بدل كبه. اه رحت لندن. آه، حاسس ان يعني مثلا، مش عايز اتكلم عن لعيبه يعني بالاسامي وبتاع، بس مثلا في لعيبه مصريه اكيد احنا ممكن تبقوا عارفين بتكلم عن مين، لعيب مصري مثلا طلع بره راح بريمير ليج كان ناجح، بعدين دماغه راحت في حته تانية وما بقاش لعيب جامد خلاص وانتهى، ودلوقتي بقى خلاص ولا حد، وكان ممكن يبقى حاجه تانية خالص. فانت حاسس ازاي ممكن تتفادى حاجه زي كده، او ان انت يعني لو انت دلوقتي تخيلت نفسك تشيلسي بكره بعت لك قال لك تعالى وبتاع، ازاي هتبقى بتفكر؟ يعني انت في لندن هيبقى عندك فرصه بقى انك تخرج كل يوم، كده كده. فازاي بقى هتتفادى حاجه زي كده او هتبعد عن حاجه زي كده؟ هي برضه على حسب الشخص، فاهم؟ مم. حسب الشخص والناس اللي حواليه. يعني انا كاحمد، انا مش شايف نفسي ان انا في اي وقت هكون مثلا اللي هو اللعيب بقى اللي هو بتاع كلوب بقى وسموك بقى واشرب واعمل وبتاع واصحى الصبح روح التمرين. ايوه بالناس اللي حواليا، بالناس اللي عارفها، مستحيل اعمل كده. بالذات عشان مم. ابويا، فاهم؟ مم. ابويا حاططني في مكان مثلا لما انا مثلا اعمل ماتش وحش او اعمل تمرين وحشه واكلمه مثلا تايه بقى في الحلم، او انا مش مفيش حاجه قدامي بالظبط، يقعد معايا مثلا 30 دقيقه يكلمني في كل حاجه في حياتي، فاهم؟ يعني مثلا ما هقول لك اكزامبل ما حدش يعرفه. المعسكر اللي فات ده اول ماتش بتاع
قال لي انت جاي يومين متاخر المعسكر فمش تلعب اول ماتش. تمام. فقلت ماشي خلاص بقى وبتاع، لعبنا اول ماتش، لعبت تاني شوط وهو لعب اول شوط بتاع عادي خلاص. كانت ابويا مش مبسوط، نازل التمرين مش مبسوط، نازل التمرين مش كويس في التمرين وبتاع، فمش مبسوط في التمرين. اداني بقى كل حاجه، فاهم؟ اداني اللي هو من اول وانا صغير خالص لما رحت الزمالك لحد دلوقتي. قال لي انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، عندك حلم قدامك، سايب كل اهلك، سايب كل اصحابك، سايب كل حياتك ورايح بره. اكيد مش بعد كل ده هتضيع مجهودك عشان قال لك انت اتاخرت يوم مش تلعب ماتش، فاهم؟ ايوه فبيفكرني بقى بكل حاجه في الدنيا، الاقي نفسي نازل التمرين اليوم اللي بعديه وحش، فاهم؟ ما فيش حد يكلمني، داخل اصلا نازل التمرين، اصلا نازل الباص عشان اروح التمرين، ما كانش حد باص قدامي بس، فاهم؟ الحاجات دي بقى اللي ايوه بتفرق. لو انا ما عنديش الشخص ده في حياتي، انا شايف كشخصيتي والناس اللي حواليا ان انا ما كنتش هبقى كده خالص. انا شايف ان انا لو ما كانش عندي ابويا في حياتي كنت انا دلوقتي هتلاقيني ما اعرفش فين، كنت هتلاقيني في بورصه مثلا في وسط ناس انا مش عايز ابقى وسطهم، بعمل حاجه مش عايز اعملها، لو دلوقتي مش عايز اعملها، ايوه فاهم؟ فهي كلها على حسب الشخصيات والناس اللي حواليك يعني. لا وكويس ان زي اصلا ابوك فاهم اللي انت بتمر فيه، يعني عشان هو بالظبط. في مر حاجات قريبه قوي من اللي انت تمر فيه دلوقتي، فهي اتس هيوج هيلب يعني. لا هو مر بنفس الحاجه كمان، هو بالظبط. لعب في كلوب روج 5 سنين. اوف. فالفتره دي هو تهان، فاهم؟ هو تهان في الفتره اللي هو يمشي بقى، هو كمان يعني انا هو النعمه اللي هو مديها لي، اللي انا اتعلمت في مدارس كويسه وعارف كل حاجه على الدنيا وعارف كل حاجه بره مصر. هو في وقتها كان ماشي ما يعرفش حاجه، فاهم؟ ايوه فاللي هو عدى بيه كان اوحش من اللي انا عديت بيه بكتير قوي. وفي نفس الوقت برضه بيهتم بيا اكني انا عايش اوحش من اللي هو كان عايشه، فاهم؟ ايوه فاللي هو اللي انا يبقى عندي شخص زي ده الصراحه في حياتي اتس بلاسنج، يعني اتس بلاسنج بحمد عليه اكيد ربنا يعني، كل يوم يعني. اكيد. مم. بس حلو والله. رحت بقى يا ابو الريز ليه ما طلعتش لعيبه بس؟ والله يا سولهم يعني مش حاسس ان احنا ما طلعناش لعيبه عشان كده، احنا طلعنا لعيبه عشان كنت بلعب انا في هليوبلس وانت الاثنين بتلعبوا في الجزيره، يعني هليوبلس فوق دماغي يا جدعان، دي كانت احلى ايام في حياتي تقريبا، بس اكيد يعني. عادي يعني لازم اقول الحقيقه. ايوه بس هي بتفرق والله يا جماعه في يعني هقول لك حاجه. تعالى مثلا لو سالتك دلوقتي يا نادر، انت يومك الشخصي يعني انت يعني day in your life، يومك هتلاقيه دلوقتي لما انا دلوقتي اسالك يومك عامل ازاي، هتلاقي يومك مختلف عن يومي دلوقتي اكيد. ماشي عشان انا دلوقتي بدرس وانت بتلعب، بس حتى من 5 6 سنين كان انت يومك مختلف عن يومي برضه. دي حقيقة. هو الروتين ايوه يا طبعا. باشا، روتين. دي هو حقيقة. في الكوره هو الروتين ما بيتغيرش، ولو غيرته مره في يوم واحد هتفرق، طب ايه هو فاهم؟ الروتين لو يعني؟ انت بيومك اليوم العادي الافريج داي في حياتك بيكون ايه ستايله يعني؟ الافرج داي في حياتي هنا، بصحى الصبح بدري، لازم اصحى الساعه مم. 7 ونص وبتاع عشان افطر وبتاع. بصحى الصبح استحمى وانزل، الباص بيكون مستنيك كل يوم الساعه 8 وربع الصبح، بنروح على الاستاد. هو اليوم بتاعي كله عباره عن 4 5 ساعات في الصبح وين بقيت اليوم فري. ده تمام. عشان عايش في فيزالا، ده بس عشان عايش في فيزالا. مم. فبصحى الصبح بروح على التمرين، بروح على الاستاد، كل حاجه في الاستاد، بنغير في الاستاد، بنفطر في الاستاد، بنعمل كل حاجه في الاستاد، اشرب قهوتي وفطار وبتاع، انزل على التمرين الملعب اللي جنب الاستاد على طول، مم. اتمرن، اطلع فوق، مش نستحمى بس ناخد ريفرش كده، شاور كده، كولد شاور كده، نلبس تاني لبس تاني، نطلع الجيم في الاستاد، نقعد في الجيم مثلا بتاع ساعه ونص ساعتين، حاجة مش لازم حتى تلعب ويتس وكده، هو بس حاجات موبيليتي بقى وستريتشنج وبتاع، الحاجات دي الحاجات اللي هي مهمه دي. بعد الجيم نتخلص، تنزل تاخد الشاور بتاعك، تقعد شويه مع الشباب وبتاع اللي هناك والفرقه وكده. ساعات ما بقعدش اصلا، تمشي على طول، اكل وبتاع، افضل قاعد بقى طول اليوم ما وريش اي حاجه. فدي اوحش حاجه في زله، وفي نفس الوقت احسن حاجه عشان ما عنديش اي ديستراكشنز. ايوه بس اللي هو بزهق بطريقه مش طبيعيه. هايل. بس في الاخر ابويا دايما بيفكرني بقى ان بعد كل ده اكيد يعني ان شاء الله يعني ربنا هيديني حاجه احسن، فاهم؟ اللي هو مم. مش أصل أنا مش بضيع وقت هنا، فاهم؟ بعمل حاجه مم. للمستقبل. مم. بقول لك ايه بس هو بس فمش زعلان يعني انا هنا. عشان كنا بنتكلم عن كوره مش عارف امتى، بس كوره مصر وفكرتني دلوقتي وانت رايح الاستاد وكل حاجه هناك، طبعا فرق الفاسيلتيز هتلاقيها مجنونه ها. اصل يا ابني يعني يعني بكل احترامي لنادي الزمالك وكله بروحه، بس هو لا برضه يا هو نادي جماعه الزمالك، لا هو مش كل احترامي لنادي الزمالك. احنا لو اتكلم على الفاسيلتيز بتاعت ناشئين الزمالك، مفيش حاجه اسمها كل احترامي، هو مفيش حاجه اصلا تحترمها، فاهم؟ مفيش حاجه ايوه تحترمها. ايوه اوكي ماشي انتوا يبقى لو انا شفتوا، انتوا حد فيكم شاف الملعب في الزمالك؟ اه انا رحت لا اتفرجت الملعب ده عليه. الملعب ده يا جماعه كجول او كحارس مرمى يتمرن هناك حرام، فاهم؟ حرام. بس هي عموما الفاسيلتيز
يعني في مصر كلها للناشئين في حته، وفي اي حته تانية في العالم بقى طبعا مختلفه حاجه يا عم. تانية انت خالص، حاجه يعني تانية نادر، انت مختلفه خالص. انت بتكلمني عن نادي الزمالك. انا عايز احكي لك حكايه مره، غير بقى فاسيلتيز والارض. انا وسليم لما كنا بنلعب في الجزيره كان عندنا ماتش. سليم انت كسرت ايه ده يوم ما سليم كسر ايده في الماتش ده. اليوم كان باين من اوله ان هو مش تمام. يعني احنا يعني مش القصه قصيره، يعني مش عايز اقول لك غير ان احنا رايحين ماتش دوري. احنا بنلعب في الجزيره، فهو دوري السوبر مش ممتاز ولا حاجه. بس انا رايح ماتش مفيش غير حكم ساحه، مفيش لاينز مان. لا لا لا، والحكم كان مقرف يعني، ها مش بيحسب اوفسايدات مفيش وكده. لاينز مان. هي كوره لا جديده احسن. في مصر يا حبيبي، كوره جديده، احنا بنلعب كوره تانية في اه مصر فاهم، ما اه بنلعبش نفس فانت الكوره. فانت وهقول بتتكلم. لك ما بس على كانش قد يا جدعان ما هي بتبقى بهواء وبتاع، والله العظيم ده كان كتير قوي بيبقى الهايلايت بتاع الاسبوع، اللي هو ايوه يا قشطه عمر، انا ما عندي هو دي مش ماتش، انا كوره، عندي دي ديربي مش الاسبوع كوره. اللي جاي وبتاع وهنلعب ويلا بالظبط. يعني. ماشي، بس هو عمر زي تبقى ما لذيذه مهما ايه. زي ما انا نادر بقول بيقول لك لك، هي دي مش كوره، دي مش كوره يا ابني دي. احنا كنا بننزل ماتش الاهلي، كان ماتش الاهلي عندنا في النادي، اهلي والزمالك اللي هو خلاص بقى اكبر حاجه بقى في ايوه الزمالك. كنا بنغير بعد الماتش في الملعب فاهم، اللي هو ده جنان ده جنان. يعني احنا كنا بناخد المحاضره اولا، عارفين اللي هو زي سكن اللعيبه، عارفين ايوه يعني ايه، اللي ايوه هو ايوه الاوض وبتاع. في اوضه بقى اللي هي بتاعت هو كان سكن في النادي، كان بيلدينج كده كبير كده، اوض وفي الاخر كده خالص بقى في زي ريسبشن كده، ليفنج روم فاهم. اوكي. كنا بناخد المحاضره في الليفنج روم بتاعت السكن دي، اللي هو كان حاجات رهيبه، ما كانش في اي حاجه. وبعدين ننزل الملعب ونخلص الماتش نغير ونمشي من الملعب على طول، ما فيش اي حاجه فاهم؟ شفت يا عم فالحاجات فعلا دي ما كانش الحاجات دي لو حد من بره شافها الحاجات دي لا هيتجنن فاهم، هيتجنن. بس يا رب حاجات نتطور بقى، يعني يا رب بالوقت كده كل حاجه تتطور هنا، عشان الصراحه انا عندنا يعني، انا مقتنع ان احنا عندنا لعيبه الناشئين في مصر، والله العظيم احنا عندنا ناس جامده قوي يا جماعه. جدا والتالنت جدا كويس والله، احنا يعني. عندنا جيمز والله العظيم، بيبقى انا والله جدا. قابلني كام لعيب في حياتي وبحس اللي هو لا الواد ده سبيشال يعني. ولو الموضوع فضل كده بكل الفاسيلتيز دي وبتاع، مع كله هيروح يسافر بره عشان عايزك تستنى لحد افريقيا اللي جايه دي، هتشوف لعيبه مش طبيعيه، بجد والله العظيم هتشوف لعيبه مش بصراحه حلو. طبيعيه. احنا جيلنا ده عالمي، عالمي بجد يعني. الجيل ده والجيل اللي هو بتاع ان 23، اعتقد اكيد انتوا عارفين ابراهيم عادل مثلا. سمعت ابراهيم عادل عنه يعني. ده يا ابني كان لينك تو ليفربول، ما اعرفش الحوار ده كذب ولا لا، بس الحوار ده حقيقه. مم. بيلعب فيرست تيم بيراميدز دلوقتي وبتاع. الواد ده ايوه مش ايوه طبيعي، انا عارف حوار لينك ليفل. الواد ده مش طبيعي، مش طبيعي والله يعني. ما شاء الله. ده ممكن يكبر كده ويعدي كل حد، بس لا يهدى هو بس على اندر نفسه 20 شويه. افكون الاندر 20 دي اللي فاتت مش احنا كسبناها، كنا اه. بنتفرج اه على الماتشات ساعتها، وكان مم. في رايحين الاولمبياد. كان اللي هو ايوه راحوا خلاص. الرايت وينج باك بتاع الفرقه اللي فاتت دي اندر 20 دي كان رهيب يا جماعه. كريم انا عراقي فاكر ده كنت ولا بتفرج. مم. بس لما نشوف بقى، بس في ماتش يعني في مصر احنا عارفين في قرارات كتيره كايجنتس وكده، وحتى لما اللعيبه بتسافر بتبقى سيئه. صح. الله اعلم بقى بعد الشر، كل حد من الواضح بيلبس في صليبي على الاقل مره. مش عارف ده لو ده عشان بسبب الملاعب دي. بتاع. فالموضوع صعب شويه بس يعني. صراحه انا شايف تطور شويه شويه بشويه يعني. يعني مثلا في اكيد الدوري هتيجي 2003 دلوقتي هتيجي. السنه دي مثلا المدرب بتاع المنتخب طلع قرار ان مفيش اي فرقه في المنتخب في الدوري تلعب على ملعب ترف، تلعب على ملعب تاني مم. فاهم. يعني دلوقتي مثلا ممكن الزمالك تلعب على الملعب بتاعها اللي هو تتمرن بس عليه، بس الماتشات بتتلعب على ملعب طبيعي ايوه فاهم حلو. اه قصدي، قبل واحده البطوله واحده يعني. بنتحسن يعني. يعني واحد بالعافيه، بس واحده واحده بتتحسن. عارف بقى لو مثلا دي مشكله في مصر بقى، لو مثلا عملنا وحش قوي في البطوله اللي جايه دي وطلعنا جروب ستيج مثلا، اقسم بالله الجيل ده هيتحرق، حتى لو في لعيبه كويسه هيتحرق. دي مم. مشكله في مصر، انت لو مش بيدوك بيتصرف فرصه، عليه. لو بيدوك فرصه يتصرف عليك، لو ما عملتش كويس انت هتتنسي، مفيش سكند مم. شانس. دي اوحش حاجه في مصر بقى بتحصل فاهم. طب بس يعني نادر مثلا انت. احنا كنا بروميس ان في البطوله اللي فاتت دي، مم. مش عايز اقول اسامي، بس احنا كنا بروميس بالناس مسؤولين في البطوله بتاعت العرب اللي فاتت دي، ان احنا ناخد ما اعرفش كام وكام 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 لما نوصل ما اعرفش سيمي فاينل، لما نوصل كل ماتش بيقول لك مثلا لما عدينا كروب ستيج، لو كسبتوا المغرب ما اعرفش تاخدوا كام، لو كسبتوا الجزائر في السيمي فاينل تاخدوا كام، لو كسبتوا السعوديه في الفاينل تاخدوا كام. خسرنا الفاينل مفيش حد عبرنا فاهم. امم. ايوه الموضوع ومن وقتها مفيش سيء. حد الشغل عبرنا. الحلو اتنسى. جم عبرونا امتى بقى؟ قبل افريقيا اللي هو المعسكر اللي فات ده. هي اوكي. كده بقى يعبرونا قبل افريقيا، كسبنا افريقيا يعبرونا، ما كسبناش محدش يعبرنا بس فاهم مم. قصدي. هي هي الكوره كده هي كده كده، في مصر، في هي مصر كده. الكوره كده الصراحه. بس المفروض انت. بعد كل ماتش تاخد المكافاه. مم.
انت قول في لي. اول من اول الحاجات اللي قلتها لنا في البودكاست كنت قلت لنا ان انت مثلا في اول ماتش في البطوله كان عندكم 5000 واحد بيتفرج، وفي الاخر بقوا 15000، ودلوقتي واتكلمنا على البريشر ومش عارف ايه. وفي حاجات كنت اتكلمت عليها ساعتها بس ما دخلناش ديتيل فيها، يعني كنت عايز ارجع لها. زي ما طبعا الناس بتزيد في الاستاد، الناس بتزيد على السوشيال ميديا ليك اه وعليك. فكنت عايز اسالك انت ازاي بتتعامل مع ضغط الميديا، بالذات ان الناشئين بيبقوا تحت ضغط جامد، بالذات زي ما انت بتقول انت لو ما كسبتش يبتدي بقى كل الحاجه بقى يقول لك دول اصلا بيلعبوا بالوسايط، وده اصلا فاسدين، وده اصلا منتخب زباله، وده اصلا مش عارف ايه. وبالذات انت كمان لان انت حارس، فانت زي ما انت قلت انت لو عملت غلطه خلاص انت الضغط عليك بقى رهيب، فاهم؟ فانت ازاي بتتعامل مع حاجه زي كده كمان عاوز بس غير اقول ان انا على حارس حاجه، اصلا. قول لي. وبالذات يعني عشان ابوك غالبا يا احمد، فانت بالظبط كنت لسه اقول كده. الاكسبيرينس بتاعك مختلف تماما عن اي حد تاني معاك في الناشئين يعني. بالظبط. لا انا الغلطه عندي بتبطيل كوره. فاهم؟ امم. ايوه ايوه يعني دول عملوا غلطه المغرب، يعني اتفاجئت بجد اتفاجئت. يعني احنا كسبنا الماتش وصديت كوره في الاخر حلوه جدا، بس عملوا لقطه اللي هي اللي انا عملتها غلط دي، فيديو على يوتيوب. فاهم؟ اللي هو فيديو بحاله غلطه احمد نادر السيد، اللي هو ليه؟ مش الدرجات دي يا جماعه، مش الدرجات دي والله. اصل انا مش ضدكم، انا بلعب ليكم. فاهم؟ ايوه بس مش هكدب عليكم، الحوارات دي صعبه، لا بالذات عشان أنا ابن نادر السيد تبقى صعبه، ما بتبقاش ايوه سهله. فاللي هو مثلا من وانا صغير خالص، من اول حاجه بعملها من اول ما اتعرفت اصلا ان هو بلعب في الزمالك اصلا، لا ده بيلعب في دراكشن وسط. يا ابني انت ما شفتنيش، اه اه انت ما شفتنيش بلعب اصلا. يعني انت بتقول كده على اساس ايه؟ مش فاهم. في على قد ما انا بقدر بحاول يعني ابعدها عني، بس ساعات ما بقدرش. فاهم؟ ساعات بتبقى كتير قوي 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 فما بقدرش. بس في نفس الوقت خلي بالك، دول ناس فاضيه قاعدين على السرير كده مثلا، ماسكين التليفون، ومن ورا السكرين عمالين يبقوا 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 يبقوا. فاهم؟ وما تلاقيش اي حد في الحقيقه، ايوه ما تلاقيش اي حد مثلا بيلعب كوره، ما تلاقيش اي حد بيحاول يلعب كوره. بس خلي بالك، ما هو ابويا ده على فكره ما كانش ابن حد، ابويا ده هو اللي عمل كده بنفسه. فانت ابوك ليه ما عملش كده بنفسه بقى؟ فاهم؟ لو انت تزعل على حد تزعل على ابوك بقى، تزعل من ابوك. فاهم؟ لو انا واسطه يا عم، لو انا واسطه، يعني انت دلوقتي بتقول عليا واسطه، ماشي يا عم انا واسطه عشان ابويا تعب، ماشي. انت اه ازعل من روح ابوك بقى، اشتكي اللي لي ابوك ما بابا تعبش، فعلا. مش بتاعتي انت ازعل من ابوك، مش بتاعتي. لا فاهم؟ حلو الابروتش ده، عاجبني اه. عاجبني قوي عجبني اول مره الصراحه. اسمعها الحقيقه. جميل جدا الصراحه. عشان الناس بتخاف تقول كده، ودي الحقيقه الصراحه. فاهم؟ اه لازم لا تديلهم على دماغهم كده عشان يسكتوا بس. بس طول ما خلي بالك بقى، هقول لك حاجه، طول ما انت كويس اللي بيشتمك هيديك ريسبكت، طول ما انت وحش اللي بيريسبكت هيشتمك. فاهم؟ فانت بعد البطوله اللي فاتت دي خدت احسن جول في البطوله، انت عارف كانوا بيتكلموا في ايه؟ كانوا بيتكلموا لا مش انا اللي خدت احسن جول في البطوله، لا انا ما صدتش ولا واحده من البنالتيز. يعني مش فاهم. يعني انت، يعني بس انا واخد احسن ده جول في البطوله، بس حد يجي يقول لي انت ليه ما صدتش ولا واحده من البنالتيز؟ يعني ايه يا عم؟ يعني ايه؟ الناس دايما هتركز على الوحش. بالظبط. لا وغير بالظبط، كده انا فخلاص متخيل بقى. يعني فاهم؟ يا احمد انك انت برضو يعني بتتعامل مع فيرست تيم وكده، فغالبا انك انت لما حد مثلا زي شيكا يدي لك ثامز اب في التمرين عبيط، اكيد يعني هيفرق معاك اكتر اه بكتير من لما صح. احمد سيد اندرسكور يقول الواد حمار ما صدش يعني ضربة جزاء يعني، هو فاهم؟ حد فيكم زملكاوي؟ انا يعني بس كلابي لا كده، ها؟ نعمل كومباك. نعم. كلابي. اه بالظبط جده يعني، جده كان لا شغال. الصراحه في الزمالك اول ما طلعت كان الحاجه اللي قد كده بس بتفرق معايا. فاهم؟ لا يعني من اكيد بعد يعني اول هتبقى من شوك بعد يعني اول لما تمرين، اول تمرين مع شيكابالا مثلا، عملت تمرينه جامده جدا. بعد التمرينه وبتاع جاي بيقول لي انت هتبقى احسن جول في مصر. يعني بعد ما سمعت دي، يعني اه اول ما حتى ما غيرتش، لا انا جبت التليفون وكلمت ابويا على طول، قلت له شيكابالا قال لي كذا 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 كذا. يا ابني شيكا يعني. اتجننت، انا اتجننت بجد، بس اتجننت. بس انت دلوقتي بقى ما بقتش شوك قوي كده، ها؟ يعني انت دلوقتي لا عادي. خلي بالك بقى، الناس اللي هي انت بتحبها قوي دي بتفرق معاك حتى دلوقتي. يعني طول ما انت بتكبر هتفرق معاك برضه. فاهم؟ يعني ما انا كبير دلوقتي اهو، 20 سنه وبلعب منتخب وبتاع، كلام ابويا يعمل لي لا هيفرق لي. شيكابالا مثلا لما يرد على ستوري بس انستجرام بهارتس او مثلا اي بتامز اب بفرح جدا. فاهم؟ ايوه في ناس كده، في ناس معينه كده اللي هو لما تسمع منهم كومبلمنت او لما تسمع منهم بس ابريشيشن بتتجنن. فاهم؟ تبقى حاجه اكيد سبيشال اكيد. قوي. فاهم؟ انا ما اصلا من بتتغيرش. فتره انت كنت منزل على الستوري بتاعتك يا اما بوست صوره والحضري بيسخنك، وقعدت اه افكر قلت في بالي، قلت نادر لو كان مستواه مثلا 6 من 10 وانت مش مستواك 6 من 10، وانت لو مستواك 6 من 10 لو وبتتمرن مع الحضري كل يوم هيبقى مستواك 10 من 10. كده 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 منتلي وتدريب انت تتمرن مع كده الحضري. كده. طب انت انا مش محتاج عاوز اكتر من كده، انت كده خلاص وصلت البيك.
بالظبط. يعني انت خلاص، انت لما بتبتدي تتمرن مع الناس دي، حتى لو انت بتقول لي انت من وانت صغير ساعات مثلا، لو انت قلت لي من وانا بتمرن وانا صغير لحد مصطفى محمد بيشوط عليا، فانت لو مصطفى محمد بيشوط عليك، حتى لو شوط عليك 20 واحده كلهم في الجون وانت أيوة. صغير قد كده ما عندكش فكره، بتعلم برضه بتعلم بتتحسن أيوة. جامد وبتفرق معاك قوي، فانت اكيد يا هتلاقي ابني ده لحد كفايه اصلا دلوقتي. اللي هو انا قاعد مع الحضري في نفس الحته او في نفس الاوتيل كل يوم، بشوفه كل يوم، بفطر معاه، بشوفه بيفطر ايه، بياكل ايه، بخش الساونا معاه، بخش الريكفري معاه التلج وبتاع. بيخش هو على فكره حضري مجنون ساونا، بيخش الساونا مثلا بيخش ساونا يا ابني، بيخش ساونا الصبح 30 minutes، وبالليل بعد التمرين 45 دقيقه مثلا بيقعد يعمل ضغط في الساونا بقى. مجنون مجنون الحاجات دي عمري عمري شفتها في يا ابني، عمري شفتها في حياتي. دي حاجه بيخش هتيجي من الحضري قوي الصراحه يا ايوه جدعان يا ابني الصراحه انا ما يخش توقعتش الساونا. ان انا انا مش هسمع بقول اي كده حاجه غير عشان كده انا على عارف الحضري. الحضري يعني، بس فاهم باللي احنا هي عارفينه من تبان عليه الحضري. تبان عليه. هو فاهم؟ شخصيه بيعمل مجنون يا ضغط في ابني، الساونا. مجنون بيخش في الساونا بيعمل ضغط وبتاع، انكلاين وديكلاين وبتاع، ويطلع يخش على التلج، يقعد في التلج بتاع نص ساعه ما يحسش باي حاجه. ايه ده؟ ازاي اصلا؟ لا ازاي؟ مكن بس الحاجات دي اللي بتفرق بقى، الحاجات دي اللي بتخلي واحد يكمل لحد 45 سنه او ما اعرفش يكمل لحد كام، لواحد يبطل بدري. فاهم؟ اكيد الحاجات الصغيره انت دي بتفرق. عندك فكره بسيطه يعني، مثلا افكت رونالدو لما راح يونايتد بعد اللي هم كانوا بيعملوه ده، اللي هو كل حد بطل يحلي وبيقولوا كده. يعني لو انت مثلا شايف مثلا الحضري مش بيحلي، حلي يا احمد. قال له بتعلي يا احمد. بيتحل يعني. انت كده بتهزر يعني. والله احنا بنتعلم من كل الناس، كل فرصه اخدها نقعد مع الحضري شويه في كلام في اي حاجه، ما بسيبهاش. الحضري ده الصراحه ايكون يعني، الناس بتبص عليه كحاجه كبيره جدا. فاللي انا كل ما اتمرن معاه كل يوم وبتاع، وورد وايد. في اخر المعسكر ببقى خلاص اللي هو خلاص خدت على الجو بقى بتاع. بس دايما كده اللي هو بس في اول المعسكر، في اول كل معسكر اروحه، اللي هو انا بتكلم مع الحضري. فاهم؟ اللي هو قاعد بتكلم مع الحضري قاعده 1 في 1 on 1 كده، بتكلم مع الحضري. الحاجات دي تفرق جدا الصراحه. اكيد يعني. امم انا عايز اسالك حاجه، عشان دي بقى لي فتره عايز اسال. انا بس افتكرتها من قريب، عشان انا كنت بتخانق مع واحد صاحبي، وباز كان بيدافع عني على حوار الفرق ما بيننا احنا والبروفيشنالز. انا امم على قد ما انا عارف الفرق ما بيننا وبين البروفيشنالز حاجه، يعني احنا في حته وهم في حته ثانيه خالص. انا مقتنع ان احنا بنأفورهم سيكا. يعني انا مقتنع مثلا ان ممكن عادي جدا يا حسين، اسمعني بس اسمعني، ممكن عادي جدا يا حسين مثلا انت تكون اسرع من حد بروفيشنال. ماشي. يعني انا مثلا كنت بقول يعني ان انا لو دخلت اشوط 5 بلنتيات مثلا في اي حارس بروفيشنال، قول يا عم داخل اشوط 5 بلنتيات في بيكفورد، انا شايف ان أنا رجلي، لا يعني أنا رجلي كويسه، مش هتقرب لاي حد بروفيشنال، بس انا شخصيه انا بعرف اشوط. بس ما ايوه تقولش بلانتيز. طيب قول مثلا بره ال 18 بس، عشان بلانتيز بس حظ. ايوه ايوه ماشي، كده ايوه كده. ماشي بالظبط، هو دي بقى كانت نقطتي. لا بره ال 18 انا مقتنع ان انا اشوط 5 بره ال 18 الخمسه هيتصدوا. الاقيكوا يا عمر، ماشي. الاقيكوا يا عمر. انا بقول انا بس بتكلم على بينالتيز. لا لا البينالتيز انا شايف ان انا لو في اي حارس بروفيشنال عادي، عشان صاحبي ده كان مقتنع ان انا هشوط، وبعد لما اشوط الحارس هينط وهيجيبها. ما فيش لا حد كده، معلش. هو مش ما مش سبايدر بالظبط مان يعني. هو. فاهم؟ ايوه بس هو ده انا كنت عايز اعرفه، عشان لا، انا هي بلانتيز حظ. اصل انت بتشوت من 12 ياردز اوت. انت بالظبط. لو ما جبتهاش تبقى ما عندكش فكره، لو انت ما لو جبتهاش اون حطيتها تارجت بوز ما وجت عندكش في ال فكره. 90 مش هتجيبها يعني. بالظبط انا مش هعرف صاحبي اجيبها. ده نادر كان مقتنع ان انا لو دخلت رزعت الكوره اقوى حاجه عندي ومركونه، مش فارقه بقى مين في الجون، لا، ممكن راح معاه يقف يشدها. ويستنى ويروح معاها ويجيبها. فاهم؟ لا لا لا. بس مستحيل احنا يعني. بس احنا برضه بنتكلم يعني، هو الناس دي برضه يعني لازم. بس هو ده اوحش هو ده اكزامبل سمعته في حياتي على فكره عبد العزيز. ايه. ليه؟ اللي هو انت بتشوف نفسك في بلانتيز. لا 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 بلانتيز لا دي لا لا، حتى عشان انا عارف ان دي الحته الوحيده الايكو. اللي ممكن اتكلم اه فيها مع اي حد في الليفل ده. فاهم؟ بس انا دي كنت بقول اسهل حاجه، كده. اسهل حاجه في الدنيا. فاهم؟ ايوه ايوه أيوة، لا لا احنا كنا قاعدين بس عادي كده يوم، فهو انا اتعصبت ان الشخصيه اللي انا كنت بتناقش معاها دي كانت ثانيه مثلا ان البروفيشنالز دول الينز، يعني اللي هو انت مش هتجيب ولا كوره ومش هتجيب ولا بينالتي. لا يعني عادي جدا ممكن لا، اي بلانتي شخص هتجيب عادي عادي. فينا يجيب بينالتي بلانتي يعني. هتجيب بلانتي هتجيب. مش بس مشكله وحتى يعني. غير كده مش هتجيب. يعني اه عمر لا انا معاك قوي مثلا. في دي بقى. انا كنت عايز اقول انت ممكن تجيب في حاجتين، في الحاجات اللي هي فيها حظ زي البنت، وفي الحاجه اللي هي انت بتقول لي فيها فيزيكاليتي. يعني مثلا انا ممكن ابقى اسرع من لا، مدافع، ولا بس دي حتى حاجه مالهاش دعوه فيزيكالتي على بالسكيل. فكره. على فكره بقى، وكلها في الدماغ. ممكن يكون واحد مش اسرع من التاني، بس مثلا بدل ما يجري لبره يجري لجوه فيبقى اسرع منك. فاهم؟ لا انا بتكلم 100 متر.
لا 100 متر ماشي، 100 متر ماشي، ما دي قصدي، ده بس ده اي غير، حاجه بس انا فيها، بتكلم في الكوره ايوه اي حاجه فيها، اي بالظبط، اي حاجه فيها اي نوع من السكيل، لا او اي يعني نوع من بالظبط. الذكاء في الكوره، هم اكسبيرينس. انا مقتنع ان البروفيشنالز في حته تانيه، وانتوا يعني الاثنين مثلا داروين على قد ما انا بشتمه، على قد ما انا عارف ان لو في حد غيره مش هيخلق كل الفرص دي. اه ايوه على قد ما هو وحش، هو بيعرفش يخلص وسريع بس وبتاع، بس هو لو واحد في مكانه مش عارف يعمل الحاجات دي. في مثلا في واحد ممكن يكون فينشر احسن منه يعني في الدوري المصري، بس ما يكونش بيتحرك احسن منه. فهي كده، هي كلها منتج. انت لو انت مثلا كجول عارف تطلع امتى، عارف تطير قد ايه، عارف تطير امتى، عارف تتحرك امتى وبتاع، هتبقى احسن من اي حد، حتى لو انت عندك 18 سنه 17 سنه. فاهم؟ هي كلها اكسبيرينس. فما ينفعش، عشان كده عيب قوي عيب قوي تقارن نفسك اصلا، او مثلا تقول انا ممكن اعدي ميسي. لا حبيبي، ممكن ميسي اصلا وانت تعمل كده يبقى هو اصلا مستنيك هناك، عشان هو عارف انت هتعمل ايه. فاهم؟ هي بالظبط سهله والله. الدرجه يعني. انت لو اقسم بالله لو خدت 50 كوره وعايز تعدي من فان دايك، اقسم بالله ما هتعدي منه. لا هو فان دايك لو لمسني انا غالبا هقع جوه يا الجون ابني وانا اي مدافع اصلا، اه اي مدافع لو رحت عليه 1 في 1 مش هتعديه. في المقارنات دي يا نادر دايما يعني، حتى وعمر وحسين يعني كل حد بيفكر في بريمير ليج على طول. لا انا بتكلم لعيب بروفيشنال يعني ليج يا 2. عم دوري مصري، ليج 2 والله لو انت لا، واحد دوري على مصري واحد. نسد. انا دوري مقتنع دوري مصر مصري يعني نسد. انا ما اقدرش العب لعب خماسي اقسم مع واحد بالله. بيلعب في الريليجيشن باتل دوري مصري ليه يعني مش هعرف. عمر انت كنت معايا معلش، يا انا نادر. مقتنع دوري مصري نسد. لا دلوقتي، لا دلوقتي وانا قاعد على الكنبه مش بعمل اي حاجه، لا. يا بس لو عم اديتني مثلا. احنا اهو، احنا تحت 20 سنه، هكون صريح معاكم، لعبنا ضد حرس الحدود فيرست تيم المعسكر اللي فات ده. اه ماشي، اول شوط اتفشخنا منه، خسرنا على فكره، خسرنا ماتش 2-1 في اول شوط. ما حدش فينا عارف يعدي المدافع بتاعهم، المدافع بتاعهم كان كويس. فهو هي اكسبيرينس. هو انت بتعمل كده هو هيكون مستنيك يا حبيبي، هو عارف انت هتعمل ايه. فاهم؟ بالذات بس مين اللي مدافعين يعني. يعديه مثلا؟ مين اللي يعديه؟ زيزو مثلا في الزمالك، ما اعرفش مين في الاهلي، طاهر مثلا في الاهلي. فاهم؟ هي بتبقى كده، هي اكسبيرينس. بس ايوه مش انت لو اديتك كرة وقلت لك تعدي مثلا مين، انتوا ما بتعرفوش حد في الدوري المصري انتوا، بس مثلا مدافع مثلا بيلعب مثلا في فاركو مثلا، مش تعديه، مش تعرف. انا مقتنع جدا على فكره. انا نادر انا احكي لك مقتنع قصه، بكده، بس انا احكي لك على قصه. قد ما انا مقتنع بكده يا نادر، انا مقتنع ان انا يعني هنسد يا نديم. يعني انت مش هنسد. حمار كوره، معلش. مش انت هسد. مش اللي هو لعيب قوي، بس دي ما لو حطيتك في اي حته تلعب انت والله ما تعرف. مش هسد. تعرف بص تلعب. صدقني اقول لك حاجه، صدقني عمر صدقني. اقول لك حاجه بكل بساطه، احكي لكم قصه. اظن باز وعمر، اظن واحد فيهم كان معايا. نادر كنا هنا في المانيا، احنا بنلعب في دوري جامعات كده يعني على قد ماشي. فالمهم ايه، كان في فريق بالصدفه بيلعب في نفس الملعب اللي احنا بنلعب عليه بعدينا. كانوا فريق مواليد 2006 و2007، بس بيلعبوا توب ليفل في برلين في المانيا، يعني اللي هو ماشي بيلعبوا في ماشي. هاتا برلين مثلا. هم اوكي. في اجمد فريق في برلين، بس هم عندهم 16 سنه يعني. انا فعلا شايف من بره ان انا لو نزلت الماتش ده هبوظ مستوايا، هبوظ الماتش، هبوظ ايوه ايوه. الماتش، لان انا قاعد بتفرج الواد ده احسن مني بكتير قوي، فاهم؟ هي وهو اصغر مني اكسبيرينس والله. بكتير. اه وانا اسرع اكسبيرينس. منه واقوى منه، او مش شرط ابقى اقوى، بس انا اسرع منه ويا عم وايه، الواد ده احسن مني بكتير، هو وده خلي عنده بالك، هقول ده لك عنده بقى حاجه 15 ثانيه انتوا سنه. مش واخدينها، مش بتفكروا فيها، ان هو كل واحد عارف his abilities. انت واحد بروفيشنال، كل واحد عارف his abilities. انت دلوقتي عارف ان انت مش سريع، او انت عارف ان انت مش قوي. مثلا ميسي عمرك شفته في 50 امم لا اللي هو مش مثلا بيخش حاجه كوره بيبص. عاليه بيطلع؟ مستحيل هو مش هيكسف نفسه. هو كل ايوه واحد عارف his abilities. هو ميسي هيحطها على الارض ويبعد عنك ويحط ايديه كده عشان ما تقربلوش. بس انت لو دخلت مع ميسي 50 هتكسبه. على فكره عبد الرزاق لو حطيت لك الكوره كده ودخلت مع ميسي 50 ممكن تكسبه. بس ايوه هو في الماتش بقى مش هيحط نفسه في الموقف ده. دي وجهة نظر حلوة محدش فكر فيها. عمرك هتشوف ميسي وفان دايك في زوره واحده، مش تعرف، ايوه ماشي. عشان هو هو مش هيقرب ده له. هو ده اللي كان بيعصبني في المناقشه لما كنت بتكلم مع الناس، عشان الناس كانت بتحسسني ان مفيش اي اسبكت انت احسن منه من البروفيشنالز. فاهم؟ فعشان كده انا كنت بكون متعصب ان هو مثلا لا بيقول هو لي. انسان يا عم، انسان. بس في ما الكوره بالظبط، مفيش اي ايوه بس اسبكت. كده. يعني لو دخلت ملعب واحد على واحد مفيش اي اسبكت احسن اه منه. لا، معاك بره متفقين الكوره، يعني. بره الكوره هو ايوه ايوه انسان ايوه. وانت انسان، 1 في 1 ممكن تكسب في حاجات. اه لا في الملعب، في الملعب جوه مش تكسب في اي حاجه. ايوه ايوه لا فاهم؟ يعني لما كان في وقت الكورونا في رمضان كل يوم كنا بنلعب خماسي في القرية معانا. بادجي كان عايش معانا، ليو بادجي كان بيلعب في الأهلي لو فاكرين. اه أنا قطعت منه الكورة، والله العظيم قطعت منه الكورة بطريقة هو كانش يعني، كان بيستهتر يعني، كان بيهبل صايمين كلنا مش قادرين. فقطعت منه الكورة يا أحمد، ابتديت أطلع أجري سبرنت وكده. أنا والله العظيم هو فضل واقف بص عليا جري ورايا سبرنت، اداني كتف دفني، اخد الكوره لف خبط من نص الملعب جابها جون. اللي هو لو عاوز لا هو ده ويا بادجي ريته يعني بقى، بادجي. يا ريته بقى كان لعيب كويس في الاهلي. فاهم؟ في الاهلي ما اه كانش فشخ عنده فكره. تماما.
ايوه 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 بس يجي يعني قدامك هتلاقيه مجنون، هو اصلا مجنون. دي كانت لقطه اللي هو كان عايز بس يورينا اللي هو فاهم انا انا ممكن احسن اعمل منكم فيك كده، بس بكتير. انا مش بعمل فيك كده عشان انت تلعب، فاهم؟ انا بلعبك معايا يعني. بديك فرصه، ايوه بديك فرصه. وغالبا فعلا يعني انا بحب اقول كده، هو في زي سويتش بروفيشنالز، هو لو قلب السويتش عليك بس خلي بالك خلاص برضه الافارقه دول ما بيهزروش. صح. باز الافارقه دول باز لو دخلوا معاك في 50 50 50 انت مت. انا بقول لك ده فني والله العظيم، ده فني يا يا احمد، ابني وغالبا ما مجانين حاولش اصلا، مجانين. ما غالبا ما عندهمش اصلا دخلش. تكنيك، ما عندهمش تكنيك هم بس. يعني قول لي واحد لعيب، معلش في اللفظ يعني، مش لا مش هقول كده، افريقي مش مصري، بس مش نور مش افريقيا، ساوث أيوة. او ميد، ماشي. واحد دارك سكين، يا عم دارك سكين بس، غير يايا توريه عنده تكنيك بقى او بتاع، فاهم؟ بصراحه انا ساديو. ضدك في دي، ضدك. مين؟ ماني مثلا. بوجبا. بس هقول لك صراحه هقول لك حاجه تانيه بقى. انا مش شايف ان هقول لك انا تكنيك، انا قصدي ايه؟ قصدي حاوي، قصدي لويس دياز، قصدي ميسي، فاهم؟ ما مان، لا ما ميسي لا حطه على سيبك جنب. من ميسي، طب ميسي سيبك من ميسي، ماني قصدي حاوي، قصدي هازارد، فاهم؟ قصدي اللي هو ياخد الكرة ماشي، ماني يقعد لا يرقص بقى هتاخد لا لا كله لا وبتاع. زي الصراحه ماكسيما، سي ماكسيما. بس ده فرنساوي، لا بس ده مش حياته كلها فرنساوي يعني يا في فرنسا، جدعان، ما متأسس، هو انتوا قصده حياته كلها في متأسس، فرنسا، انا فاهم متأسس في احمد فرنسا، اه متأسس في بالظبط. فرنسا. متأسس، ماشي ماشي متأسس ماشي في ماشي. طب ماشي، ايوه طب معلش، ما انت عندك واحد زي لا اسماعيل قشطه فيه، صار. بس بولاسي. برضه ماني متأسس في انجلترا، ماني يا أيوة. جماعه. متأسس في انجلترا. ماني مش ماني حاوي، ماني مش ازاي؟ حاوي، يا حرام عليك والله، والله ماني مش حاوي. حرام عليك، بص صورته يا ابني انا انت ايه. فاهم عمرك قصدي شفت؟ احمد. انا عارف. ماني ما ينفعش ياخد الكوره مثلا في نص الملعب يقعد يرقص سته مثلا يحط جول، هو فاهم؟ دايركت ممكن اكتر بس. يحط الكرة قدامه يجري وراها ويخبط، ايوه متفق لا 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 معاك. لا، انت كده ظالم، انت ولعيب كده جامد ظالم. جدا شماله ويمينه، لعيب جامد جدا ممكن يرقص لك واحد ويحط جول، بس هو مش هياخد الكرة مثلا يرقص خمسه ويحط جول، انا فاهم؟ فاهم قصدي. ده اللي أنا بقوله. بس هم الافارقه معروفين، كرة عاليه هيفشخوك، سبرنت هيفشخوك، تاكلينج هيفشخوك، هم كده، فاهم؟ يعني ايوه مثلا اتفرجوا على الافريقيا اللي جايه دي. احنا تفتكر ليه مثلا جيل احمد حسن ومحمد شوقي وبتاع كانوا بيكسبوا افريقيا كتير؟ مم. كانوا بيلعبوا ناس زي دروجبا بقى وايتو وبتاع، كنا بنخش نلعب 1 2 1 2 1 2 جول، 1 2 1 2 1 2 جول، فاهم؟ ما نخشش في اي 50 50، ما ايوه. بنعملش اي التحامات، مفيش اي حاجه. هو بنلعب كوره بس، كوره حلوه، فاهم؟ غير كده ما بنعملش اي حاجه ثانيه. هم بقى يخشوا يقعدوا يضربوا فينا وبتاع، احنا ما بنعملش اي حاجه، كوره بس ونكسب. عشان كده احنا كنا بنكسب. بس بس انتوا قدها يا دلوقتي جدعان. اللعيبه اللي عندنا ما فيش اي كمس، تحس ان هم بيلعبوا كل واحد ما يعرفش التاني، فاهم؟ اللي هو في الدرجه الاولى يعني. فده اللي مم. بيخسرنا ضد الافارقه. الافارقه لو انت ما عندكش كيمستري بين الفرقه، او الفرقه ما بتعرفش تلعب كوره حقيقيه، كوره يعني، هيفشخوك. هي معاك الكوره حق. بس كده. يا رب الايكو ترفعوا يعني، راسنا، يا عمر الايكو، يا ترفعوا عمر، راسنا انت والله. عمر الايكو، ايه الايكو. لسه. بس يا رب ترفعوا راسنا انت يا نادر والله. البطوله دي والله يا رب احنا مستنيين تعملوها بقالنا كتير. لا لا لا، بس انتوا قدها، ان شاء الله. يا رب، قدها ان والله، شاء ان الله، شاء ان شاء الله. الله تخلصوها على خير. واحنا اتبسطنا قوي والله ان انت جيت اتكلمت معانا النهارده، حبيبي وانا كمان يا محمد وهنعملها والله. تاني ان شاء الله. ان شاء الله تتعاد بقى لما تقاليكم مثلا على اون سبورت مثلا ولا حاجه. حبيبي. وتتعاد وانت معاك الكاس، تتعاد وانت يا معاك رب، يا الكاس ان رب ان شاء شاء الله. الله. خلاص ماشي، ديل ديل. احمد سؤال اخير، بس اخير قول وهنقفل لي. عليه. ماشي. دلوقتي اللعب على جون في ماتش، مين لعيبك؟ مين لعيبي؟ يعني مين مين هتحط هيجيب لك مين؟ الجون؟ لعب على جون، مين هيجيب لك الجون؟ منكم الثلاثه ولا؟ لا يا ايه يا عم عم؟ في ايه؟ مش هنجيب لا حاجه. لا لا بس ما ينفعش تقول ميسي ورونالدو يعني. ماشي، غير ميسي رونالدو مفيش الا واحد هيجيب لي جول. معلش مش عايز اقوله، على قد ما مش عايز اقوله عشان هو من فرقه ما بحبهاش خالص. ايرلينج هالاند يا باشا. شكرا، نرويج يا ايرلينج اخويا. هالاند يا شكرا يا باشا. احمد.